السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا طلبة ثانوية عامة. أيا كان في أولى أو في تانية أو في تالتة، فالحصص دي احنا قلنا إن هي تنفع لك، لأن الحصص دي احنا مركزين فيها على أسئلة السكيلز وإزاي تحلها، وبنديك أفكار تساعدك عشان هي مشكلتك كلها في إن أنت ما بتلاقيش أفكار، أو لما بتيجي تذاكرها بتذاكرها بطريقة غلط شوية. فاحنا عمالين شغالين فيها وهنفضل شغالين في الحصة ديت على مدار السنة عشان تيجي في آخر السنة تدعي لنا إن شاء الله رب العالمين في الأسئلة دي إن هي كانت أسهل أسئلة عندك ولميت بيها كل درجات امتحان. نبدأ كده سريعا. احنا طبعا لما بنيجي بنشتغل على البورد كتابة، ولكن انت بينزل لك البي دي اف اللي فيه كل الكلام ده المتنسق اللي شكله حلو بينزل لك، ولكن انا بحب ان انا اكتب بايدي، فعشان كده بنشتغل بطريقة قديمة شوية. انا بحس ان هي بيبقى شكلها ألطف وأهدى. وطبعا زي ما انتم عارفين بيبقى معانا مين عشان يبقى متفاعل معانا في الحصة؟ شهاب. بس شهاب نايم، تعالوا نصحيه الأول وبعد كده نبدأ الحصة. هشام، صحي لي الشهاب لو سمحت. شهاب، نادي يا شهاب. اصحى يا ابني عشان عندنا تصوير. يا ابني اصحى عشان محمود عايزك. اما انت ما تسخروش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. وسع يا عم، وسع يا عم، وسع يا عم. تحت ترزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير. ده بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي، قوم. هادي. ايه حلوه ايه؟ هادي يلا يا حبيبي قوم. هادي. انا صح يا ولد. هادي. هادي. ايه خاله؟ يلا. جاهز؟ جاهز يعني؟ انا لسه جاي من المستشفى بسبب الروسيه. بس نبدأ كده حصتنا بسم الله. واهم حاجة ان انت تكون ذاكرت الحصة اللي فاتت، لان احنا كنا واخدين شوية افكار وشوية تعبيرات مهمة ممكن انت تستخدمها في الكتابة، وقلنا عليها ان لازم تذاكرها اول باول عشان هتحتاجها بعد كده، لان هنفضل كل حصة بناخد افكار تانية وتعبيرات تانية عشان يبقى معاك حصيلة تعبيرات قد كده ادلقها في اي مقال هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. ذاكرت؟ بالله، بالله والله بأمانة ذاكرت والله. قول والله ذاكرت. والله ذاكرت. لا قولها على بعض. والله ذاكرت. تاني؟ هنشوف. شايف انا جاي عامل ازاي؟ انا جاي من المستشفى على ايه؟ ماشي، يا رب انت كمان تبقى مذاكر، لان احنا هناخد النهارده حاجات تانية زيادة وحاجات مهمة جدا جدا جدا، وهتشوف هنكتب بيها النهارده مقال كامل. هنمسك مقال كامل مش باراجراف صغير، لا هنكتب مقال كامل ان شاء الله رب العالمين عشان نتعلم نكتب كتير. نبدأ كده أولا يا شهاب بشوية تعبيرات برضو هتساعدنا في الكتابة. المرة اللي فاتت احنا خدنا شوية تعبيرات وذاكرناها مع بعض، وهسمعها لك كمان شوية. هناخد شوية تعبيرات كمان زيادة. أنا مثلا تعال نفترض إن أنا بتكلم مثلا عن التلوث، البوليوشن. قال لي اتكلم عن التلوث أو اتكلم عن أي مشكلة، أي حاجة أنت عارف إن هي مشكلة. اتكلم مثلا عن الاحتباس الحراري global warming. قال لك اتكلم عن أي حاجة فيها مشكلة. فأنت ممكن تكتب في الكتابة بتاعتك وتقول لا ننكر أن المشكلة اللي أنت بتتكلم عنها هي واحدة من أكثر المشكلات الخطيرة التي نواجهها هذه الأيام. شايف جملة جميلة قوي، ولو كتبتها يديك بوس عليها. طيب نكتبها ازاي؟ لا ننكر أن الحاجة اللي بتتكلم عنها. فأول حاجة لا ننكر أن، لما تيجي تشوفها في أي اكسبريشن أو تيجي في دماغك إن إحنا ما نقدرش ننكر حاجة، تكتبها بالشكل ده. تقوم قايل no one can deny that. no one يعني مفيش حد، وكان يقدر، وديناي ديت معناها ينكر، وذات لما بنيجي نترجمها بتترجم بأن، فعلى بعضها ما نقدرش ننكر أن، أو مفيش حد يقدر ينكر أن، اللي هي معناها لا ننكر أن. فمثلا أنا وليكن بتكلم عن التلوث، فأقوم حاطط بقى المشكلة بتاعتي أو مايلي pollution، التلوث. بتكلم عن أي مشكلة تانية أكتبها عادي. طيب عايز أقول إن هي واحدة من أكثر المشكلات الخطيرة. لما تيجي تقول هي واحدة من أكثر حاجة تكتبها كده، تقوم قايل لي is one of the most
وتحط الصفة بتاعتك. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هنا بقول هي واحدة من أكثر المشكلات الإيه؟ الخطيرة، صح؟ فالصفة بتاعتي اللي هي الخطيرة. طب تعال نفترض أنا عايز أقول هي واحدة من أكثر المشكلات المهمة، فأنا ساعتها هشيل الصفة بتاعت الخطيرة واكتبها مهمة اللي هي important. لكن هنا أنا عايز أقول إن هي مشكلات خطيرة، فالصفة اللي هي خطيرة دي أترجمها واكتبها إيه؟ هكتبها كلمة serious بالشكل ده. طيب بعد كده بعد الصفة تحط الاسم بتاعك اللي هي كلمة الايه؟ المشكلات. هقوم قايل serious problems يعني المشكلات الخطيرة. طيب عايز اقول بقى التي نواجهها هذه الأيام. التي نواجهها هذه الأيام هقوم كاتب كده that اللي هي بتترجم بالتي نواجهها. مين اللي بيواجه؟ احنا، صح؟ فالفاعل اللي بيواجه اللي هو we، that we. يواجه اللي هي face. طيب هذه الأيام أهي these days يعني هذه الأيام. كتبت له الجملة دي عن أي مشكلة والله العظيم هيتبسط منك ويديك بوس عليها. طيب تعال نفترض مثلا ان انا عايز اكتب جمله تانية واقول لا ننكر ان حاجه معينه هي بتلعب دور مهم في حياتنا. يعني مثلا بتتكلم عن التكنولوجيا، بتتكلم عن السوشيال ميديا، بتتكلم عن ايا كان حاجه بتلعب دور مهم في حياتنا. فهكتبها ازاي؟ احنا لسه قايلين لا ننكر ان، بتكتب ازاي؟ No one can deny that. يبقى تعالى نكتبها اهي. هقوم قايل no one can deny that يعني محدش يقدر ينكر أن، واكتب الحاجة اللي أنا هتكلم عنها وليكن مثلا التكنولوجي أو السوشيال ميديا أكتبها، وأقوم قايل بقى إن هي بتلعب دور مهم في حياتنا. لما تيجي تقول حاجة بتلعب دور مهم في حياتك اكتبها بالشكل ده. تقوم قايل plays، play وتضيف لها اس لأن أنت بتتكلم عن مفرد، وتقوم قايل دور مهم اكتبها كده a vital role. طيب يعني ايه اللي انا كتبته ده؟ role دي معناها دور، vital ديت معناها مهم او حيوي، يعني حاجه ما نقدرش نستغنى عنها. وبرضه انت ممكن تشيل vital ديت ويجي في دماغك حاجه تانية، صح؟ انت بتقول دور مهم فانا ممكن احط من دماغي ايه؟ important اللي هي مهم. بس لو انت هتكتب important بالشكل ده انا ما عنديش مشكله، اكتبها يا سيدي ادي important قبل الرول، بس هتشيل الادي وتخليها ايه؟ ان عشان بدايتها هنا صوت متحرك. يبقى لو هقول vital اللي هي معناها حيوي او مهم اقول a vital، لكن لو هقول important عادي هي نفس المعنى بس احط قبلها ان. وكلمه دور اللي هي رول. طب فكرني كده، هو احنا بنقول هنا الدور مهم، مش المفروض اترجم دور الاول قبل مهم؟ ما دي صفة. ايوه احنا قلنا المره اللي فاتت الصفه بتيجي قبل الاسم، فعشان كده حطينا الصفه قبل الاسم. بعد كده في حياتنا تقوم قايل لي in our life يعني في حياتنا. فيها مشكله؟ لا، تمام. سهله جدا. طيب لو انا عايز اقول يجب ان ناخذ في الاعتبار ان كذا، يعني مثلا جيت وقلت لك يجب ان ناخذ في الاعتبار ان التعليم هو جزء مهم من حياتنا، فعايز اقول يجب ان ناخذ في الاعتبار ان، ناخذ في الاعتبار يعني نبقى على درايه بالحاجه دي. اكتبها ازاي يجب ان ناخذ في الاعتبار ان؟ بص يا سيدي، هتقوم قايل we، لان مين اللي هياخد في الاعتبار؟ انا بقول نحن يجب ان ناخذ، فهبدا الجمله بتاعتي بوي، ويجب دي اللي هي should. طيب ناخذ في الاعتبار ان اهي take into consideration. take into consideration معناها ناخذ في الاعتبار، وان اهي اللي هي that، وبعد كده تحط الجمله بتاعتك. خلي بالك طلبة الازهر في جمله ترجمه انا حاططها لكم في الفيديو ده هيبقى فيها الترجمه دي يجب ان ناخذ في الاعتبار ان جت في سنه 2024 فركز فيها. طيب لو انا عايز اقول بقى يجب ان ناخذ تصرفات سريعه ليه اللي احنا كتبناها في المقال بتاع الحصه اللي فاتت، كتبناها ازاي؟ we should ايوه we should take. ايوه اهي take. ها quick تصرفات. انا بحط الصفة قبل الاسم. بتحط الصفة قبل الاسم فسريعة صح؟ quick. ماشي
يعني احنا ما خدناش المره اللي فاتت حاجه اسمها immediate actions. ايوه دي خدناها برضه. طب ماشي، ما هي دي اللي انا قصدي عليها. كان في الكشكول التاني. ماشي، يبقى فكرني ان انا اسمع لك في الحصه دي كويس. فهنقوم قايلين take وهنحط بعدها اهي immediate ديت اللي هي معناها ايه؟ معناها فوري، واقوم كاتب بعدها actions، فيبقى على بعضها immediate actions بمعنى تصرفات سريعه، واقوم حاطط to. يعني مثلا احنا المره اللي فاتت قلنا يجب ان ناخذ تصرفات سريعه عشان نقلل التلوث، صح. فكتبناها we should take immediate actions to، ورحنا جايين كاتبين بعدها reduce pollution اللي هي بمعنى نقلل التلوث. بس ده طبعا لو انت مذاكر هتبقى فاكر الكلام انا ده. فاكر ريديوس دي. فاكر reduce بس؟ ها. طب و immediate actions؟ انا فاكر كويك تصرفات. كويك تصرفات. ماشي. طيب عندنا لسه في برضو 2 من الاكسبريشن عايزين نعرفهم وبعد كده نروح نستخدمهم في الكتابة بتاعتنا. تمام؟ طيب ممكن مثلا اقول هناك اسباب كتيرة ليه الناس مهتمين بهذه المشكلة. يعني مثلا وليكن احنا بنتكلم مثلا عن التلوث pollution، بنتكلم مثلا عن حقوق المرأة women's rights. طيب بتكلم عن اي حاجه الناس مهتمه بيها، فاقوم قايل له هناك اسباب كتيره ان ليه الناس مهتمه بهذه القضيه، صح؟ طيب اكتبها ازاي؟ هناك اسباب كتيره، لما تيجي تقول هناك مع الجمع قلنا بتترجم بايه؟ there are، ده عشان انا بتكلم عن جمع. طب لو انا بقول هناك كذا وبتكلم عن مفرد اقول ايه؟ there is. تمام؟ يبقى there are مع الجمع، لكن لو بتكلم عن مفرد اخليها ايه؟ there is. is. بس هنا انا بتكلم عن جمع لان عايز اقول اسباب كتيره. طيب اسباب كتيره دي هترجمها الاول اللي هي many، واسباب اللي هي كلمه reasons يبقى على بعضها many reasons اللي هي بمعنى اسباب كتيرة. ليه الناس مؤمنين بهذه القضية؟ فأقوم قايل why الناس people مهتمين أو مؤمنين بهذه القضية، فممكن أقول care about هذه القضية أو مايل this. والقضية دي خدناها المرة اللي فاتت، كانت كلمة اسمها إيه؟ issue. يبقى issue اللي هي معنى قضية أو مشكلة. فاكرها كويس. طيب ممكن برضه أقول كيف سيكون شكل العالم بدون كذا. يعني مثلا بنتكلم عن التكنولوجيا، ممكن أقول إيه؟ كيف سيكون شكل العالم بدون التكنولوجيا، بدون السوشيال ميديا، لو بتكلم عن حاجة مهمة. فاكتبها إزاي كيف سيكون شكل العالم بدون كذا؟ هقوم قايل what would the world، يعني ماذا سوف العالم بتاعنا look like، يعني هيشبه ايه او هيبقى شكله عامل ازاي without بدون، وتحط الحاجة اللي انت بتتكلم عنها، وخلي بالك ان دي صيغة سؤال فتحط الكويستشن مارك اللي هي علامة الاستفهام. طيب شايف كل الاكسبريشن اللي احنا اتكلمنا فيهم دول عشان لسه هناخد شوية كمان، ولكن انا هطبق على دول الاول، فعايزك هتروح تذاكرهم الاول. حلو؟ تروح تذاكرهم وتجيلي بعد كده نطبق على الاكسبريشنز ديت عشان انت اللي هتقول لي جمل نقدر نكتبها. تمام؟ تمام. روح ذاكرهم سريعا وتعالى احضر معايا بقى ازاي نطبقهم في صورة مقال. يلا بينا. طيب تعال نفترض بقى ان انت ذاكرت. حلو؟ تعال بقى نطبق على موضوع مثلا وليكن هنتكلم عن الريدنج، القراءة. بس احنا مش عايزين نكتب باراجراف واحد، احنا عايزين نكتب اكتر من باراجراف، يعني عايزين نكتب ايساي، مقال. وفي الاول انا عايزك تحضر لي شوية جمل كده بالعربي، يعني تحضر بالعربي كده، تحضر لي شوية جمل كده ممكن ان انت تقولهم، بس اهم حاجة استخدم فيهم التعبيرات اللي احنا قلناها المرة دي والمرة اللي فاتت. التعبيرات ديت انا عايزك تحطهم لي كده في صورة جمل بالعربي عشان نترجمهم مع بعض. قشطة؟ يلا بينا. قشطة. بس ايه اللي على دماغك ده؟ ما انا غيرت على الجرح بتاع الروسيه. جرح ايه؟ الروسيه. وريني كده الجرح. بتاع الروسيه. وريني كده. ده جرح عويق. وريني. الصيدليه اللي لازم ما تشيلهاش قبل 16 يوم. طب وريني كده. اهو. انا عايز اشوف الجرح. شوف كل دم. طب وريني. يلا الحمر جامد قوي. ياه ده ايه الجرح ده؟ ده كله شايف. ياه روح حضر وتعالى. حاضر اعمل ايه؟ روح هكتب حضر السي لوحدي. ما هتشوف حاجه تفرق.
وريني وريني وانا هعمل كوبايه قهوه واجيلك. انت بتعمل ايه؟ ده بيساعدني بس ايه بقى. اللي بيساعدك في ايه؟ بيديني انا قلت لك انت اللي تكتب لوحدك. ايه ده؟ بيديني فكره. ايه ده؟ يعني فكرة. كاتب لك ايه؟ كاتب لي يا ابراهيم. اخي يا اخي حرام عليك. بيديني أعمل فكره. إيه؟ بيديني فكره. يا أخي بيديني فكره. ما اقصدش ما اقصدش اعمل ايه. انت أستاذ. انا اسف يا أستاذ. انا اسف يا أستاذ. اهو اهو حضرت كويس؟ قدرت. ماشي. هو غبي، انا قايل له اعمله لي عشان قبل ما مستر يجي. هو آه. غبي، وبعدين انا مشغل الكاميرا اللي قدام ما جابنيش. طب انت ليه بتحضر انجلش؟ انا قلت لك حضر عربي. ما انا عشان قايل له انا في حصه انجليزي، اه بس هو غبي ادوني بالانجليزي. هو اللي غبي صح؟ هو مش مذاكر. ماشي. تعال نشوف بقى اللي انت محضره. خلي بالك لو برضو في حاجه من شات جي بي تي انا هقفشك. تعال نتكلم عن القراءه، بس الاول فكرني. احنا قلنا لما بنيجي نكتب مقال، احنا بقى عايزين نكتب مقال كامل، مش عايزين نكتب باراجراف صغير وخلاص. لا، لما بنيجي نكتب مقال كامل احنا قلنا المقال بيبقى بيتكون من مجموعة من الباراجرافز، صح؟ قلنا أول واحد فيهم، أول باراجراف ده اللي هو بيكون اسمه المقدمة، اللي هو الإيه؟ اللي هو الانترودكشن. أنت طبعا عاملها بنظرية البرجر. ايوه صح؟ همبرجر. إن البرجراية بتبقى بالشكل ده، ايوه فأنت بتقول إن اللي فوق بيبقى الانترودكشن، ايوه. اللي تحت بيبقى الكونكلوجن، واللي في اللي النص احنا قلنا معناها خاتمه. الخاتمة. وقلنا في النص اللي هي بقى شوية الحبشتكنات اللي في النص كانت اسمها الايه؟ البادي باراجرافز، يعني جسم الموضوع من جوه، صح؟ ايوه احنا بقى عايزين نطبق الكلام ده. احنا المرة اللي فاتت كتبنا introduction، مقدمة بس. لا، عايزين نكتب مقال كامل يكون فيه introduction، ويكون فيه في الاخر conclusion خاتمة، ويكون في النص في البادي اللي هو جسم الموضوع. قشطة؟ يلا بينا. يلا بينا. فتعال اما نبدا. طبعا اول باراجراف المفروض نكتبه اللي هو الايه؟ اللي هو الانترودكشن، ماشي. المقدمه. طيب احنا قلنا لما بنيجي نكتب اي باراجراف بنعمل ايه؟ بسيب بنسيب مسافة. مسافه فاضيه في اول سطر. بعد كده لما باجي انقل السطر اللي بعده ببدا من عادي. اول السطر عادي. طيب في الاول مثلا انا ممكن اقول ايه عن القراءه؟ اول لا جمله لا شك ان. ماشي، تقول لا شك ان ايه مثلا؟ اقول لا شك ان القراءه واحده من اهم العادات. من أهم العادات. ماشي. طيب تعالى نكتبها. لا شك أن، اكتبناها أو عرفناها الحصة اللي فاتت كان اسمها إيه؟ There No لا، there is there is الأول. No doubt that، دي كان معناها إيه؟ لا شك أن. وطبعا كنا قلنا ان لازم بدايه الجمله تبدا بكابيتال. طيب لا شك ان، انت قلت لا شك ان القراءه هي واحده من اهم العادات، صح؟ يبقى قوم كاتب اهي القراءه reading. ماشي يا سيدي. عايز اقول ان هي من اهم العادات، بس تعالى نمسح بقى الكلام ده عشان نعرف نكتب كويس. فعايز اقول ان هي من اهم العادات، يبقى قوم قايل is الاول، لان لازم بعد ما تحط الاسم بتاعك لازم يكون فيه فعل. طيب اقوم قايل is واحده من اهم العادات، اقوم قايل one of the most important، ودي احنا لسه قايلينها من شويه. لما تيجي تقول واحد من اكثر كذا، فهنا مثلا ممكن اقول واحد من اكثر العادات اهميه، فاقول is one of the most، وانا هنا بتكلم عن صفه الاهميه. هبدا بقى من اول السطر عادي، او قايل important بالشكل ده، وبتكلم عن العادات. هقوم قايل ايه؟ habits، العادات. خلصت الجمله او حاطط الفول ستوب، النقطه بتاعتي. وبرده لما اجي ابدا الجمله اللي بعدها ابدا بايه؟ بكابيتال. طيب ممكن نكتب ايه تاني؟ ممكن بقى نقول ان هي بتفتح لنا بيبان ان احنا نعرف افكار جديده عن العالم بتاعنا وحوالينا. تمام ماشي. يبقى ممكن نقول ان هي بتفتح ابواب جديده، فنكتبها ازاي؟ بدل بقى ما اقعد اكتب القراءه القراءه القراءه، فهعوض عنها بالضمير it اللي هو بنعبر عنه لغير العاقل. طيب عايز اقول ان هي بتفتح ابواب. طيب تفتح طبعا اللي هي كلمه open،
وعشان انا بتكلم عن الضمير it في المضارع فحطيت للفيرب بتاعي او للفعل بتاعي اس. طيب بتفتح ابواب ليه؟ هقوم قايل ابواب اللي هي doors to اللي هي بتترجم بحرف اللام ده. طيب افكار جديده فهكتبها ازاي؟ هقوم قايل new ideas يعني افكار جديده. ممكن برضو اقول ايه تاني غير الافكار الجديده؟ تجارب جديده بعرف مثلا. حاجات معرفة تانية. فممكن احط مثلا كاما كده لان هفضل اقول و فمش هينفع اكتب and. هقوم قايل كمان كلمه تجارب اللي هي معناها experiences معناها تجارب، واقوم كاتب and في الاخر بقى اقوم قايل and new knowledge ومعرفه جديده. طيب خلي بالك ان انا لما جيت كتبت يعني انا جيت وقلت افكار جديده وتجارب ومعرفه جديده، فلما جيت اكتب اكتر من في كلامي طالما ما قلتش واحده، يعني انا ما قلتش افكار ومعرفه، انا قلت افكار وتجارب ومعرفه، فكده بقى في اكتر من في كلامك. ما ينفعش اقول and لا، قبل اخر حاجه هكتب and، لكن بين الحاجات التانية احط كما بديلة الاند. تمام الحتة دي؟ ماشي. يبقى خلي بالك من الحتة دي. طيب قلنا ان هي بتفتح ابواب لافكار جديدة ولمعرفة جديدة والكلام ده كله. عايز اقول بقى وده هيساعدنا ان احنا نفهم العالم بتاعنا. طيب اقوم قايل that help us يعني بيساعدنا. طيب بيساعدنا ان احنا ايه؟ نفهم عالمنا، نفهم اللي هي understand يعني نفهم عالمنا، حاجة تخصنا. قلت لك لما تيجي نتكلم عن حاجة تخصنا اقوم قايل our، وبتكلم عن العالم اقوم قايل ايه؟ world. يبقى على بعضها our world معناها عالمنا. خلصت الجملة لازم احط الفول ستوب. طيب ممكن نقول ايه تاني برضو؟ ممكن بقى اقول ان القراءة دي بقى بتحسن ليا بقى مهارات اللغة مثلا، ان انا لو ماشي. بقرا كتاب انجليزي افهم لغة، تمام. بتخليني ابدع، اطلع ابداع، تحسن افكار. الابداع عندك. بالظبط. طيب يبقى عايز اقول ان هي بتحسن مثلا مهارات اللغه بتاعتي. فبرضو مين اللي بتحسن؟ القراءه، فمش هكتب القراءه برضو، هعوض عنها بالضمير ايه؟ it، وبرضو هبدا بكابيتال او مايل it. طيب يحسن ده اللي هو الفيرب اللي اسمه ايه؟ improve صح؟ وطبعا انا بتكلم في المضارع، فإت في المضارع تحط للفعل ايه؟ اس. طيب it improves بتحسن مهارات اللغه. فمهارات اللغه، هو احنا عاملين نشتغل في اسئله اسمها اسئله الايه؟ السكيلز صح؟ ما السكيلز دي يعني مهارات، فعلى بعضها مهارات اللغه اهي. language اللي هي معناها اللغه، language skills، فعلى بعضها language skills معناها مهارات اللغه. ممكن اقول ايه؟ والابداع صح؟ او مايل and اهي الابداع اللي هي كلمه ايه؟ creativity اللي هي معناها الابداع. خلي بالك عشان الكلمات دي زي كلمه الابداع creativity انا هسالك فيهم في المسابقه بتاعتك. يعني انا هطلع كلمات انا كتبتها من جوه المقال ده واعمل لك مسابقه كده على الفيسبوك، خلي بالك منها، وبرضه هتبقى على اليوتيوب. لما تجاوب عليها تلاقي حد بيتواصل معاك كده يديك هديه. فخلي بالك من الكلمات ديت انا خدت عشان هدية. انت خدت احلى هديه. انا خدت ضرب بس عشان ما تاخدش هديه انا تاني. جاوبت المسابقة اللي فاتت. لا انا ما كنت جاوبتش. اكتر واحد ريتش. لا ما جاوبتش. انا الكومنت الجاي، شوف المسابقة الجاية هتلاقي الكومنت التاني. انت اعملوا لي يا بتغش. جماعة رياكت على الكومنت عشان اخد المكافأة. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ يعني ازاي بتحسن الابداع؟ اقول بقى لما نقرا مثلا قصه، اقرا ماشي. روايه، اقرا مقال زي ده المقالات بيعمل بتاعت ايه؟ شات جي بي تي. اه تمام، دي بقى بتخليني افكر افضل، اطلع زي ما قلت لحضرتك، ماشي. بطلع فكره. يعني ممكن نقول مثلا لما بنقرأ كتب، لما بنقرأ قصص أو حتى الروايات، فده بيخلينا نفكر أفضل صح؟ طيب لما أو عندما ديت هترجمها بإيه؟ when اللي هي معناها عندما، اللي هي معناها لما. طيب وبرضه بدأتها بكابيتال. طيب عايز أقول عندما نقرأ، هو مايل إيه؟ مين اللي هنقرأ؟ نحن. هو مايل when we read يعني عندما نقرأ. ممكن أقول بقى novels روايات، وممكن اقول مثلا stories قصص، وممكن اقول ايه كمان؟ مقالات. ممكن اقول ومقالات اهي and
even يعني even ديت معناها حتى، يعني حتى لو قرأت كمان short articles، يعني حتى لو كتبت مقالات مثلا أو قرأت مقالات صغيرة، فده هيساعدك إن أنت هتفكر أفضل. خلي بالك بقى إن أنا سايب مسافة هنا عشان في حاجة ناقصة. إحنا هنا قلنا إيه؟ إن أنت لما بتيجي تقرأ روايات وقصص ومقالات، فعمال أقول أيوة. صح؟ عند آخر دي هي اللي أكتب إيه؟ and. حلو الكلام؟ وأند نحط قبلها كاما بالشكل ده. لكن هنا مش هقول and، يعني ما ينفعش أقول novels and stories and articles، لا، هقوم حاطط هنا كاما، يبقى novels stories and short articles، يبقى عند اخر هي اللي تحط فيها الايه؟ طب ما اقول اند and. وازود الكلمات. لا ما تزودش، لان لو زودت الحته دي بالذات هينقصك عليها ويديك صفر قد كده، خلي بالك من الحته دي. طيب لما بتيجي تقرا الكلام ده بيخليك ايه؟ افكر احسن. نقدر نفكر احسن، صح؟ يبقى اقوم قايل الجمله الثانيه، هحط قامه كده واقوم قايل نقدر نفكر احسن، هقوم قايل we can يعني نقدر think نفكر بطريقة أفضل، أو ما ليه better يعني نفكر أفضل. خلصت الجملة، اوعى تنسى الفول ستوب، النقطة بتاعتك. طيب تعال نفترض إن أنا مثلا هنا أنا كتبت كام جملة، نفترض مثلا إن هما دول المقدمة، دول الباراجراف بتاع المقدمة بتاعي، فممكن بقى أبدأ أنهي المقدمة بتاعتي عشان أخش للباراجراف التاني اللي هو جسم الموضوع. فأنا لما باجي أنهي مقدمة فبقوم كاتب كده in، برضه أبدأ بكابيتال، أو مايل in this essay يعني في هذا المقال، وأقوم حاطط بعدها come، وأقوم قايل إن نحن سوف نتحدث عن، واكتب مثلا هنتحدث عن فوائد القراءة، فأقوم قايل أهو we will talk about يعني إحنا هنتكلم عن، وأقوم قايل فوائد أهي the benefits فوائد of reading يعني هنتحدث عن فوائد القراءة، وأقوم حاطط بعدها full stop النقطة بتاعتي. دي كده هتبقى الباراجراف بتاع المقدمة بتاعي. هبدأ بقى باراجراف تاني جديد، فعشان أبدأ باراجراف جديد وأعرفه إن دي بداية باراجراف جديد لازم أسيب مسافة في أول سطر فيه، وبعد كده أبدأ الباراجراف بتاعي. فكده أنا عرفته إن أنا لما سبت مسافة في أول سطر كده إن أنا هبدأ باراجراف تاني، وإن أنا خلصت الباراجراف بتاع المقدمة. طيب فممكن نبدأ بقى البادي بتاعنا اللي هو الباراجراف الجديد بقى اللي هيبقى في نص المقال بتاعي. فممكن مثلا نبدأ بإكسبريشن احنا كنا لسه واخدينه من شوية، اللي هو العالم هيبقى شكله عامل ازاي بدون القراءة. أيوة. دي لو بدأت بيها كده عارف جميلة قوي. فأقوم قايل ايه؟ اهو هبدأ برضو الجملة بتاعتي بإيه؟ بكابيتال اهي what would the world look like، واقوم قايل بدون اهي اللي هي without، واقوم قايل القراءة reading. بس هنا ده سؤال، دي صيغة سؤال، فلازم احط ايه؟ question mark علامة استفهام مش false. طيب انا كده بدأت اهو الباراجراف بتاع البادي اللي هو جسم الموضوع. ممكن بقى نتكلم بقى شوية عن فوائد القراءة. فممكن نقول مثلا القراءة بتعمل ايه؟ اقول بقى ان القراءة دي بتحسن اللغة بتاعتنا، تحسن اللغة، بتخلينا نتعلم كلمات جديدة، حلو، بتخلينا نفهم الجرامر، نفهم الجرامر، بنتدرب ان احنا نكتب كويس. تمام، حلو قوي. طيب تعالى نكتب الكلام ده. فعايز اقول ان القراءة بتعلمنا كذا كذا والكلام ده كله، فاقوم قايل ايه؟ reading اهي هبدأها برضو بكابيتال عشان دي بداية الجملة. هقوم قايل ان الريدنج عايز اقول ان هي بتحسن اللغة بتاعتنا، فاقوم قايل ايه؟ improve اللي هي معناها يحسن، بس برضو القراءة دي مفرد وانا بتكلم في المضارع يبقى improve اضيف لها ايه؟ اس. طيب improves بتحسن، عايز اقول اللغه بتاعتنا، طالما قلت حاجه بتاعتنا اقول our وكلمه لغه اللي هي كلمه ايه؟ language بالشكل ده. طيب عايز اقول ايه كمان؟ اقول نتعلم كلمات جديده، صح؟
هقوم قايل ايه and learn نتعلم new words يعني نتعلم كلمات جديدة. ممكن اقول كمان ونفهم الجرامر صح؟ اهي and نفهم اللي هي understand. طيب نفهم الايه؟ نفهم الجرامر اهو grammar. طيب ممكن اقول ايه كمان؟ نتدرب نكتب بطريقه حلوه. حلو، ونتدرب ازاي نكتب بطريقه حلوه and practice نتدرب ازاي هقوم how to. لما تيجي تقول ازاي نعمل حاجه في الكتابه بتاعتك تقول how to. طب ازاي ايه؟ ازاي نكتب؟ هقوم ايه؟ write بطريقه كويسه. هقوم in a good way. in a good way يعني بطريقه كويسه. خلصت الجمله احط full stop. بس انا عندي هنا اكتر من غلطه في الجمله دي. ان هنا كنا عمالين نقول بتحسن اللغه وبنتعلم كلمات جديده ونفهم الجرامر ونتدرب ازاي نكتب بطريقه كويسه، فعمال اقول اكتر من وقعدت اكتب and الكلام ده كده صح؟ لا كبرت معايا الباراجراف. كبرت معاك، بس الكلام ده لو انت كتبته هينقصك عليه. حلو. طيب هنعمل ايه؟ اخر واحده دي هي اللي هنكتب فيها and ونحط قبلها كوما. حلو. واي and تانية انت كتبتها لا، دي ما ينفعش تبقى and، ودي كمان المفروض تتشال ونحط بدلهم ايه؟ كوما. نحط بدلهم كوما. كده انت علامات الترقيم بتاعتك في الكتابه صحيحه. اتفقنا؟ طيب هنبدا جمله تانية وبرضه لازم نبداها بكابيتال. ممكن نقول ايه تاني؟ اقول بقى ان هي بتخلينا احسن او ان هي تخلينا افضل في الكتابه، وان احنا نعبر عن ارائنا، ان احنا نطلع من جوانا كلام يعني. طيب يعني هي بتخلينا افضل صح؟ بالظبط، تخلينا افضل في الكتابه وتطلع في الكتاب. طيب مين اللي بتخلينا افضل؟ القراءه. هل اكتب بقى قراءه تاني reading؟ لا، تعال نعوض عنه بايه؟ ضمير مستتر تقديره it. حلو الكلام. وابداها بكابيتال. طيب اقول it ايه؟ عايز اقول ان هي بتخليني اقدر بتخليني اكتب افضل. بص بقى تجعلنا يعني. ايوه تمام. طيب يجعل دي اللي هي ايه؟ make صح؟ طيب make هضيف لها حاجه؟ make us. ايوه هضيف لها حاجه. ميكس. ايوه ليه makes. بقى؟ عشان ده مفرد، عشان بتكلم في المضارع وبتكلم عن الضمير ات فاحط له اس. طيب تجعلنا، لما تيجي تقول تجعلنا تقول makes us. طيب تجعلنا افضل. طيب افضل هو مايل ايه؟ better افضل. طيب افضل في الكتابه at اهي، واقوم قايل writing الكتابه. واقول ايه كمان غير والكتابه؟ والتعبير عن ارائنا بقى، ان احنا نطلع والتعبير عن ارائنا. هو مالي and اهي واحط قبلها قامه بالشكل ده. التعبير عن اهي expressing يعني التعبير عن. وخلي بالك ان هي جايه من الفعل اللي هو express ده معناه يعبر عن. لما جيت خليتها نون اسم بمعنى التعبير عن قلت expressing. طيب التعبير عن عايز اقول مثلا آرائنا او معتقداتنا، فاقوم قايل ايه؟ اهي حاجه تخصنا آرائنا او معتقداتنا اقوم قايل our. وبتكلم مثلا عن الآراء فرأيي اللي هي كلمة opinion واضيف لها اس عشان تبقى جمع وتبقى آرائنا. وخلصت الجملة لازم احط الفول ستوب النقطة بتاعتي. طيب ممكن نكتب ايه تاني؟ ممكن بقى نستخدم كلمة أيضا بدل بط، عشان أنا خلاص كرهت البط. ماشي. أقول أيضا بتقلل التوتر. حلوة قوي دي. طيب أيضا لما نيجي نكتبها في بداية الجملة أهي also أيضا وأحط بعدها كوما. طيب عايز أقول إن هي إيه؟ بتقلل بقى التوتر يا بقى. عيني يا عيني. مين اللي بتقلل التوتر؟ تقدير القراءة مستتر تقديره صح؟ حلو. ضمير مستتر تقديره إت. طيب يقلل، عارف قلناها المرة اللي فاتت. ريديوس. أنا مذاكر يا وعارف كل معلم حاجة. ده أنت بقيت حبوب خالص. أهي ريديوس واضيف لها إيه؟ اس عشان ده مفرد. جدع. يبقى it reduces بتقلل الايه؟ التوتر الستريس. يا عيني يا عيني. ادي ستريس. ده انت بقيت جميل خالص. ادي الستريس. طيب خلصت الجمله وقوم حاطط ايه؟ فول ستوب النقطه بتاعتي. ممكن نقول ايه تاني؟ انا عن نفسي ازاي بتقلل التوتر؟ ما انا بقى عن نفسي لما باجي اسافر بقى كده ايوه اقرا كتاب بحس ان انا في حته ثانيه.
فاقول بقى لما بنقرا أيوة. بنحس ان احنا سافرنا في حته ثانيه. يخرب بيتك، يخرب ده بيتك. الخيال بقى. ده شات جي بي تي؟ لا والله لا. ماشي طيب، هنقولها ايه؟ عندما نقرأ فاحنا تجعلنا نسافر الى عالم اخر. يا عيني، لا جملة فيها بلاغة يعني. طيب هقوم قايل ايه؟ عندما نقرأ. عندما او لما دي انا قلت لك بتترجم بوين. مين اللي نقرأ؟ ما وين بيجي وراها الجملة بتبدأ بفاعل، احنا وي. اللي بنقرأ. وما ايه؟ وي. طيب نقرأ اهي when we read، يعني عندما نقرأ مثلا ننسى مشاكلنا. بوكس، عندما نقرأ مثلا كتب، هقوم حاطط قمة لأن when بتربط بين جملتين. صح. أنا خلصت الجملة الأولى، فلما أجي أبدأ بقى الجملة الثانية اللي إحنا بنسافر لعالم مختلف أو بنسافر لأماكن مختلفة، فدي جملة تانية، فهبدأ أحط قمة وأبدأ الجملة التانية بالشكل ده. طيب عايز أقول إن إحنا بنسافر لأماكن مختلفة وأوقات مختلفة، يبقى أقوم قايل إيه؟ we إحنا، وأقوم قايل travel بنسافر to بنسافر إلى أوقات مختلفة. هترجم مختلفة الأول اللي هي different عشان دي الصفة، هحطها الأول، بعد كده أقول أماكن اللي هي كلمة places، وأقول كمان أوقات أهي اللي هي كلمة types. خلصت الجملة هقوم حاطط full stop. جملة جميلة قوي قوي وفكرتها حلوة. طيب ممكن نقول إيه تاني؟ اقول بقى ان هي بتخلينا ننسى مشاكلنا وتخلينا مرتاحين كده، ريلاكسنج كده. يا عيني يا عيني. انا لما ببقى مخنوق طيب بقى. تعالى نقلب على الصفحة اللي بعدها عشان احنا ما عندناش مسافة هنا، بس انت طبعا كان عندك في مسافة فكنت المفروض تكمل فيها. فممكن اقول ايه الجملة اللي انت قلتها دي؟ اقول ان احنا بننسى مشاكلنا وبتخلينا مرتاحين. تمام، يعني احنا بننسى مشاكلنا وبتخلينا نحس ان احنا مرتاحين. يعني ممكن اقول ان هي بتجعلنا نشعر ان احنا مرتاحين. أيوة. صح؟ طيب هقوم قايل ايه؟ تعالى بقى نكتب هنا الجملة، فهبدأها بحرف كابيتال برضو وهعوض عنها بإت اللي هي القراءة عشان ما افضلش اكتب reading. هقوم قايل إت. طيب تجعلنا لسه قايلها لك اهي بقى اهي makes، وطالما بتكلم تجعلنا يبقى اقول ايه؟ makes us. طب ليه حطيت هنا اس؟ عشان ده فعل مفرد، عشان اسم مفرد. اسم مفرد او الضمير مفرد. أيوة. والهي والشي برضو ضمير مفرد، ولو كنت حطيت كلمة reading برضو دي مفرد، فكنت هحط للفعل اس طالما بتكلم في البريزنت المضارع. طيب تجعلنا نشعر ان احنا مرتاحين، ننسى مشاكلنا ونخليها مرتاحين. ماشي، تعالى نشعر الاول اللي هي feel، نشعر او نحس ان احنا مرتاحين اهي relaxed بالشكل ده. ممكن نقول كمان وننسى مشاكلنا. يا عيني هقوم قايل ايه؟ and وننسى اهي forget. ننسى ايه بقى؟ مشاكلنا بتاعتنا. يبقى حاجه بتاعتنا وما قايل ايه؟ our، ومشاكل اللي هي كلمه ايه؟ problems اهي. حلوه الجمله وجميله. لا انا بقيت كلب إيسي، خلي بالك بقى عشان انا في الإيسي ما بقاش عندي هزار. هنشوف دلوقتي. طيب ممكن نكتب ايه تاني؟ يعني نكتب لنا جمله كمان كده او جملتين ننهي بيهم البادي بتاعنا اللي هو جسم الموضوع او الباراجراف اللي في النص. ممكن نقول ايه؟ اقول بقى ان القراءه بتنمي مثلا الابداع، بتخلي التخيل احسن، دماغك توسع كده. تمام. طيب تعالى نكتبها، بس ممكن قبلها بقى عارف اقول لك على مصطلح كده وانت بتكتب في البادي في جسم الموضوع. يعني مثلا ايه، انت كتبت لك كام جمله، يعني مثلا احنا بنتكلم عن الفوائد صح؟ فكتبنا لك كام فايده اهو. ممكن نقول بقى وبالاضافه الى ذلك، ونبدا نكتب بقى فوائد تانية صح؟ فبالاضافه الى ذلك بنكتبها ازاي؟ في بدايه الجمله اهي in addition يعني بالاضافه الى ذلك، وتحط بعدها قامه بالشكل ده. دي معناها بالاضافه لكل الكلام اللي فوق ده، وان انت هتضيف حاجات تانية. طيب عايز اقول ان هي بتنمي كذا كذا. القراءة، تعالى نكتب اهي reading القراءة. طيب عايز اقول بتنمي، ينمي اللي هي كلمة ايه؟ develop معناها ينمي او يطور، بس الفعل ده ناقصه حاجة، ناقص له اس عشان القراءة دي مفرد وبتكلم في البريزنت المضارع يبقى احط له اس. طيب بتنمي ايه؟ الخيال بتنمي الابداع. فالخيال أقوم قايل imagination اللي هي معناها التخيل، وأقوم قايل كمان and، والإبداع اللي هي كلمة creativity
معناها الإبداع. خلصت الجملة أقوم حاطط إيه؟ فول ستوب، النقطة بتاعتي. اديني كمان جملة أنهي بيها بقى البادي ماشي. بتاعي. ممكن أقول إيه كمان؟ اقول ان القراءه بتخلينا نشوف الدنيا بس من منظور تاني، زي اللي هو الكتاب بتاع فن لهوي. اللامبالاه. يا لهوي، يعني القراءة بتجعلنا إن إحنا مثلا نشوف الدنيا من وجهات نظر صح. مختلفة، صح؟ طيب يعني هقول إنها تجعلنا، هقول إيه بقى؟ إيه؟ عوض عنها بيت، ماشي، وبدأتها بكابيتال. تجعلنا هقول إيه؟ اس ميك، ميكس بس أضيف لها اس تبقى ميكس اس أس عشان هي بتجعلنا. طيب تجعلنا نرى الحياة مثلا من وجهات نظر مختلفة أو ماشي. من منظور مختلف. يبقى أقوم قايل سي، نرى عالمنا، أو اور قايل إيه؟ our world، عالمنا من وجهات نظر مختلفة أو من منظور مختلف. يبقى أقوم قايل from، من وجهات نظر مختلفة. هقوم كاتبها بالشكل ده، هحط مختلفة الأول عشان دي الصفة، أقوم قايل different points. different points يعني مناظير مختلفة، أو نكملها إيه؟ points of view. points of view على بعضها كده معناها وجهات نظر مختلفة. فهنا أنا حطيت different قبل points of view عشان دي الصفة بحطها قبل الإيه؟ قبل الاسم. نهيت الجملة لازم أنهيها بإيه؟ فول ستوب. فول ستوب. طيب كده انا كتبت باراجراف كمان اهو، نعتبر ان ده الايه؟ البادي اللي هو حشو. جسم الموضوع. تعال بقى نكتب اخر باراجراف. فاخر باراجراف ده بيبقى اسمه ليه؟ الخاتمه، صح؟ يبقى احنا قلنا اول واحد الانترودكشن، المقدمه. بعد كده اللي بعده ده البادي. حشو. ممكن على فكره تكتب واحد كمان ويبقى بادي، بس اخر باراجراف عندك يبقى الخاتمه اللي احنا قلنا عليها، اللي هو كان اسمه الايه؟ Conclusion. الخاتمه ديت اللي احنا بنسميها conclusion، الخاتمه. طيب برضو الخاتمه دي هي باراجراف، فبرضو لازم ابداها اول سطر لازم اسيب فيه مسافه فاضيه. وعشان برضو تخش دماغك بطريقه منطقيه، هو احنا ليه بنسيب مسافه في اول سطر؟ عشان نعرفه ان دي كونكلوجن. انا لو قعدت اكتب من اول السطر من اول السطر من اول السطر كده، هو عرف ان دي فقره او دي فقره؟ ما لا. عرفش حاجه، صح؟ لكن انا بسيب له مسافه فاضيه في اول سطر عشان اعرفه ان دي بدايه فقره جديده. تمام؟ طيب قبل ما نكتب الكونكلوجن، عايز اديك شويه تعبيرات وشويه حاجات تحطها في دماغك وانت بتكتب الكونكلوجن، الخاتمه. متفقين؟ ماشي. طيب تعالى كده نرجع للاكسبريشنز، التعبيرات، نتكلم شويه في الخاتمه وبعد كده نروح نكتبها. لما تيجي تكتب فقره الكونكلوجن، الخاتمه، عايزك تاخد بالك ان انت ابداها بان conclusion، يعني تبدأ الخاتمة بتاعتك تقول ايه؟ in conclusion يعني ختاما، وتحط بعدها كوما بالشكل ده. ممكن تقول حاجة تانية، ممكن تقول to conclude. to conclude برضو معناها ختاما، وتحط بعدها كوما بالشكل ده. ممكن تقول حاجة تانية، ممكن تقول to sum up يعني تلخيصا للكلام اللي انا قلته، وبرضه تحط وراها كوما. ممكن تقول اختصارا اللي هي كلمة in brief. in brief يعني اختصارا للكلام، وبرضه تحط بعدها كوما. طب ليه انا بكتب الحاجات دي؟ لما تيجي تبدأ الخاتمة وتكتب له حاجة من دول، فبيفهم قوي انك عارف ان دي خاتمة، وان انت بتبدأ الخاتمة بكلمة مناسبة. وممكن يسألك في أسئلة بقى من اللي تشوز عادي، أسئلة MCQ، ويقول لك هو احنا بنبدأ أنهي فقرة بإن conclusion أو to conclude أو to sum up؟ فأنت عارف إن دول اللي بنبدأ بيهم فقرة الإيه؟ Conclusion. الكونكلوجن، عشان أسئلة الرايتنج سكيلز دي بيجيبها برضو في الMCQ اللي هو الاختياري. طيب خلاص أنا عرفت هبدأ الخاتمة بتاعتي بإيه. تعال ناخد شوية expressions، تعبيرات ممكن ان احنا نستخدمها في الخاتمة ايا كان بقى الموضوع ده او اي موضوع تاني. فممكن نقول مثلا يجب ان نكون على دراية بسلبياته ونتجنبها. مثلا بنتكلم عن مثلا التكنولوجي، فالتكنولوجيا ليها مميزات، بس ممكن اكتب جملة كمان ان احنا يجب ان نكون على دراية بسلبياته ونتجنبها. الله، جملة حلوة. نكتبها ازاي؟ هقوم قايل نحن يجب اهي، we should يعني احنا يجب.
طيب نكون على دراية ب، هقوم قايل be aware of. be aware of يعني على دراية ب. طيب دراية بإيه؟ سلبياته، تكتبها كده its drawbacks. drawbacks ديت معناها عيوب، عيوب بالشكل ده، ونتجنبها هقوم قايل ايه؟ and avoid them. and avoid them يعني ونتجنبها. يبقى ممكن تكتب الجملة ديت، تكتبها مثلا لو انت بتتكلم عن حاجة ليها سلبيات، فممكن تقول له يجب ان نكون على دراية بسلبياته ونتجنبها. تكتب له الجملة دي، والحاجات دي عايزك تذاكرها بايدك وتكتبها بايدك مرة واتنين لحد ما تثبت في دماغك. كل دي افكار تكتبها. طيب مش ممكن اقول برضو يجب ان نستغل مميزاتها؟ يعني مثلا انا بتكلم عن التكنولوجي، بتكلم عن السوشيال ميديا، بتكلم عن حاجه ليها مميزات، عايز اقول يجب ان نستغل مميزاتها. اكتبها ازاي؟ لما تيجي تقول يجب، انت كده كده عارف اللي هي بتتكتب ازاي اهي، we should يجب. طيب نستغل حاجه بكتبها كده اهي make full use of. make full use of يعني نستغل الحاجة أحسن استغلال. طيب مميزاتها تقوم قايل ايه؟ it's، عشان بتتكلم عن مثلا حاجة غير عاقل تقول it's. ومميزات دي اللي هي كلمة ايه؟ advantages. advantages اللي هي معناها مميزات، ده لو انت بتتكلم عن حاجة ليها مميزات. طيب في جمل تانية برضو عايز اوريها لك تساعدنا برضو في الكتابة في اي موضوع عموما. ممكن تقول يجب ان نتعاون ليه، يعني مثلا بنتعاون لحاجة معينة، فهم قايلها ازاي؟ يجب لما انت هتيجي تترجمها اهي we should. طيب نتعاون، نتعاون دي طلبة الازهر المرة اللي فاتت كانت عندهم في الترجمة اللي هي كلمة ايه؟ يتعاون cooperate. cooperate معناها يتعاون، يبقى we should cooperate يعني يجب أن نتعاون. ممكن برضو أقول يجب أن نبذل كل جهودنا. أكتبها إزاي؟ يعني مثلا يجب أن نبذل كل جهودنا عشان نحل هذه المشكلة. أنا لو عايز أكتبها يجب أن نبذل كل جهودنا، أكتبها إزاي؟ هقوم قايل برضو يجب أهي we should. نبذل بقى لما تيجي تقول يبذل جهود أهي exert. exert معناها نبذل. طيب نبذل ايه؟ كل جهودنا، او قايل all our efforts، او ممكن اشيل all دي خالص واقوم قايل نبذل جهودنا على طول، او قايل exert our efforts. efforts دي معناها ايه؟ معناها جهودنا، او مثلا لو انا بتكلم عن مجهودات او بتكلم عن حاجه فيها جهد تقول effort، واقوم كاتب to ليه واحط الحاجه اللي انا بتكلم عنها. يعني مثلا يجب ان نبذل جهودنا لنحل هذه المشكله، او ايه؟ we should exert our efforts، وهم قايل لنحل، هقوم مكمل الكلام وهكتبها كده، هقوم قايل solve نحل هذه المشكله، هقوم قايل this problem بالشكل ده. طيب ممكن اقول برضو يجب ان نبذل قصارى جهدنا ليه كذا كذا. اكتبها ازاي؟ هقوم قايل برضو يجب اهي، بس تعالى نجيب القلم الاسود بتاعنا عشان سبورتنا تبقى منظمه. هقوم قايل we should. طيب نبذل قصارى جهدنا، برضو ممكن حد يكتبها exert our efforts، بس ممكن تكتبها بطريقه تانية do our best. do our best يعني نبذل افضل ما عندنا او قصارى جهدنا، وتقوم قايل to كذا كذا. يعني مثلا بقول يجب ان نبذل قصارى جهدنا لننمي اقتصادنا، فاقوم قايل ايه؟ لننمي او لنطور، هقوم مكمل واقوم قايل ايه؟ develop ننمي او نطور، واقوم قايل اقتصادنا حاجه تخصنا، اقوم قايل our economy بالشكل ده. يبقى دي كده جملة جميلة. طيب برضو ممكن أقول يجب أن نعطي اهتمام شديد ليه. يعني مثلا إحنا بنتكلم عن القراءة، ممكن أقول يجب أن نعطي اهتمام شديد للقراءة، هقوم قايل إيه؟ هقوم قايل برضو we should يجب أن نعطي، هقوم قايل إيه؟ give. طيب اهتمام شديد، هترجم شديد الأول لأن دي صفة اهتمام، هقوم قايل إيه؟ great بالشكل ده. طيب اهتمام بقى، بص يا سيدي، ممكن تقول care بالشكل ده
أو ممكن تقول كلمة attention. الاتنين معناهم اهتمام، اكتب اللي تعجبك. يعني ممكن تقول we should give great care أو we should give great attention وتقوم قايل to كذا. يعني مثلا أنا بتكلم عن القراءة فعايز أقول يجب أن نعطي اهتمام شديد للقراءة، أقول we should give great care أو great attention to reading بالشكل ده. طيب عايز برضو بتكلم عن مشكلة، يعني مثلا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن التلوث، فعايز أقول يجب أن نضع حدا لهذه المشكلة. حد دي يعني نهاية، يعني نضع نهاية أو نضع حد لهذه المشكلة. أكتبها إزاي؟ هقوم قايل إيه؟ we should نضع حد ليه أهي put an end to. يبقى خلي بالك put an end to معناها نضع حد ليه أو نضع نهاية ليه. نضع نهاية لهذه المشكلة أو قايل this problem. يبقى على بعضها الجملة دي لما تكون بتتكلم عن مشكلة معينة، قال لك اتكلم عن مشكلة معينة، تقوم قايل له we should put an end to this problem. طيب برضو ممكن أقول إن حاجة هي ليها تأثيرات إيجابية على حياتنا. يعني مثلا إحنا بنتكلم عن القراءة، ممكن أقول إن هي ليها تأثيرات إيجابية على حياتنا. فهكتب إزاي؟ أكتب الحاجة اللي أنا بتكلم عنها وليكن القراءة. طيب لها تأثيرات إيجابية، هقوم قايل has طالما بتكلم عن حاجة مفرد. طيب تأثيرات إيجابية أترجم مين الأول؟ فالمفروض أترجم إيجابية قبل تأثيرات، لأن إيجابية هي صفة التأثيرات. يبقى أقوم قايل إيه؟ positive بالشكل ده positive، والتأثيرات اللي هي كلمة إيه؟ effects. طيب على حياتنا أقوم قايل on our life، يعني على حياتنا. فمثلا أنا لو بتكلم عن القراءة كنت هقول reading بالشكل ده وأقوم قايل has positive effects on our life. بس برضو ممكن أقول على حاجة تانية إن هي لها تأثيرات سيئة على حياتنا، تأثيرات سلبية على حياتنا. يعني ممكن أشيل positive دي وخليها كلمة negative بمعنى سلبي، عادي، غير براحتك. المهم ان انت تبقى فاهم كلمة تأثيرات معناها ايه، effects ايجابي positive، عايز تغيرها وتخليها negative عادي جدا، وبعد كده تقول على حياتنا on our life. الحاجات دي هي بتساعدك ان انت تكتب افكار للخاتمة. يعني ممكن تستخدم منهم جملة او جملتين لكن ما تقعدش ترص. فتعال ما نكتب خاتمة لموضوع الريدنج، القراءة اللي احنا بنتكلم عنه. يلا بينا. فيلا بينا نبدأ بقى نكتب الخاتمة بتاعتنا عن الموضوع بتاع القراءة. ممكن نكتب نقول ايه مثلا في الخاتمة؟ اقول بقى ان هي بتلعب دور مهم في حياتنا. ماشي، دي اللي احنا كنا خدناها الحصه اللي فاتت. الحصة اللي فاتت؟ يعني ما خدناهاش الحصة دي؟ خدناها الحصة دي. خدناها الحصه دي. طيب فعايز أقول إن القراءة بتلعب دور حيوي أو دور مهم في حياتنا، بس أنا هبدأ الخاتمة. فقلنا نبدأ الخاتمة إزاي؟ قلنا نكتب في الأول كده أهي، برضو هبدأها بحرف كابيتال in conclusion، يعني ختاما، وأحط وراها قمة بالشكل ده عشان أعرفه إن دي فقرة الخاتم. طيب ممكن أقول إن هي بتلعب دور مهم في حياتنا. مين اللي بتلعب دور مهم؟ اللي هي القراءة أهي reading. طيب يجي واحد يقول لي هل ممكن أعوض عنها بإت؟ دي لسه بداية فقرة فاكتبها reading في الأول. طيب بتلعب دور مهم في حياتنا، احنا قلنا تلعب اللي هي play، بس هضيف لها اس عشان بتكلم عن مفرد. طيب دور مهم اهي a vital role، دور مهم. وكنت ممكن اشيل a vital اكتبها كده an important. لو حد كان عايز يكتب important برضو كنت هتكتبها بالشكل ده. في حياتنا هومايل in حياتنا، حاجة تخصنا. هبدأ بقى من أول السطر عادي our life. خلصت الجملة أقوم حاطط الفول ستوب، النقطة بتاعتي. ممكن أقول إيه تاني؟ قول بتحسن مهارات اللغة. ماشي، إنها بتحسن مهارات اللغة. مين اللي بتحسن؟ القراءة، صح؟ عوض عنها ماشي، هعوض عنها بإت وابدأها بكابيتال. بتحسن اهي improve
واضيف لها اس عشان بتكلم برضو عن الضمير it. هيجي حد يقول لي طب ما احنا كنا قلنا برضو ان هي بتحسن اللغة بتاعتنا في الاول، هكتبها هنا تاني. الخاتمة دي بتبقى تلخيص للكلام اللي انت قلته، فعادي بتشوف انت اتكلمت عن ايه وتبدأ تختصره وتحطه فين في الخاتمة بتاعتنا. فانا هقول it improves our language، يعني بتحسن اللغة بتاعتنا، واقوم حاطط برضو full stop النقطة بتاعتي. ممكن اقول ايه تاني؟ ممكن اقول ان احنا عايزين نخليها بقى عاده يوميه، ان احنا كل يوم نقرا شويه. ماشي، يجب ان نجعلها عادة يومية، فاقوم قايل ايه؟ we should. طالما عمال تتكلم ان احنا يجب، تقوم قايل we should نجعلها. اقوم قايل ايه؟ make اهي. طيب نجعل القراءة، اقوم قايل اعوض عنها بإت، مش لازم اكتب القراءة. make it. طيب عادة يومية اهي a daily habit. habit دي اللي انا بكتب فيها دي معناها عادة، والdaily دي معناها يومية، يعني دي الصفة اللي انا بكتب فيها، عشان كده انا كتبتها قبل عادة. خلصت الجملة اقوم حاطط ايه؟ full stop النقطة بتاعتي. ممكن اقول ايه تاني؟ ممكن بقول ان انا استغل وقتي ان انا اقرا كتب مفيده. ماشي، يعني يجب ان نستغل وقتنا ان احنا نقرا كتب مفيده، صح؟ يبقى اقوم قايل ايه؟ we should يعني يجب نستغل دي كنا قلناها make full use of. make full use of يعني نستغل الحاجة أحسن استغلال. طيب يجب أن نستغل إيه؟ وقتنا حاجة تخصنا، أو مالي our time وقتنا. طيب يجب أن نستغل وقتنا إيه؟ في القراءه بقى، في القراءة، كتب أو مفيده. مالي in reading في قراءة مثلا الكتب المفيدة. هترجم الكتب الأول ولا المفيدة؟ مفيده، دي الصفه. عشان دي الصفة، أو ما إيه؟ useful أهي، والكتب اللي هي books. خلصت الجملة وأقوم حاطط full stop النقطة بتاعتي. ممكن أقول إيه تاني برضو؟ ناخد بقى المصطلح بتاع اللي هو يجب ان نحط حد الى. ماشي، يجب أن نحط حد الإيه؟ ليه بقى ان احنا ما نستخدمش لإهدار وقتنا. لإهدار وقتنا. صح. طيب يبقى يجب أن نضع حد ليه أهي we should put an end to، يعني يجب أن نضع حد ليه. حد لإيه أو نهاية لإيه؟ لتضييع وقتنا، أو ما ليه؟ wasting. طيب ليه خليتها wasting؟ عشان أقول تضييع، لأن waste لوحدها كده ده verb فعل بمعنى يضيع. لا أنا مش عايز أقول يضيع، أنا عايز أقول تضييع، يبقى أقول wasting. طيب تضييع وقتنا حاجة تخصنا، أو ما ليه؟ our time وقتنا على الأنشطة الغير مفيدة، أو ما ليه؟ على on الأنشطة الغير مفيدة. أترجم الأنشطة الأول ولا الغير مفيدة؟ غير مفيده. غير مفيدة عشان دي الصفة، يبقى هو ميل unhelpful، وأقوم قايل الأنشطة اللي هي activities الأنشطة. خلصت الجملة أقوم حاطط full stop النقطة بتاعتي. ممكن أقول إيه كمان؟ اديني جملة بقول كمان. بقى ان انا استثمر وقتي في القراءه. ماشي، يجب أن نستثمر وقتنا في القراءة، فممكن أبدأ كده وأقوم قايل also أيضا، وأقوم حاطط بعدها كما، وأقوم قايل برضو we should نستثمر بقى دي أهي invest. خلي بالك الكلمات دي أنا هسألك فيها المرة الجاية. invest نستثمر. طيب نستثمر وقتنا برضو أهي our time. نستثمر وقتنا في القراءة. صح؟ at تعالى بس عشان بتاع اهي at reading في القراءة. حط النقطة الفول ستوب بتاعتي. تعرف ان احنا برضو ممكن نقول يجب ان نشجع اجيالنا المستقبلية ان هم يقرأوا اكتر. صح. فهو مايل ايه؟ ماشي، او مايل we ابدأها برضو بكابيتال، او مايل ايه؟ we should نشجع اهي encourage معناها نشجع اجيالنا المستقبليه اهي our future generations دي معناها اجيالنا المستقبليه، خدناها. طيب
ان هم يقرأوا اكتر، او مايل to يقرأوا read اكثر more. اهي خلصت الجملة، هقوم حاطط فول ستوب النقطة بتاعتي. وكده يبقى انت كتبت مقال زي الفل، مقال عسل، مقال تاخد عليه بوسة. يبقى خلي بالك لما بتيجي تكتب مقال، لو قال لك اكتب essay مقال، ما قالكش paragraph، لا قال لك مقال، تبدأ تقسم لكذا فقرة. أول فقرة المقدمة، آخر فقرة الخاتمة، واللي في النص اللي هم البادي اللي هو الجسم بتاع الموضوع. المرة اللي جاية أنا هسألك في الكلمات اللي أنا كتبتها جوه المقال ده، هسأله لك كمان مش المرة اللي جاية، في المسابقات اللي احنا هنعملها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. هنسألك في شوية كلمات، هنقول لك من خلال المقال اللي كتبناه مع بعض قول لي كلمة يستثمر معناها إيه؟ قول لي كلمة أجيال معناها إيه؟ قول لي كلمة مثلا تصرفات فورية معناها إيه؟ قول لي كلمة الإبداع معناها إيه؟ فأنا عايزك كل كلمة أنا ذكرتها تذاكرها بالله عليك، وتعتبر إن أنت بتعمل إيه؟ أنت بتاخد كلمات جديدة بس بتاخدها من جوه الكتابة. وحاول تكتب المقال ده بإيدك تاني. وأنا كل الورق بتاع البورد بتاع السبورة ده أنا هنزله لك برضو في وصف الفيديو، عشان لو أنت بتحب الحاجة اللي إحنا كاتبينها على السبورة تقدر إن أنت تاخدها وتذاكر منها عادي جدا. الحاجة بقى اللي بعد كده اللي هنخش عليها وهي قطعة الفهم، الكومبريهنشن. برضه هناخد قطعة تقيلة. وفي ناس كانت عمالة تقول انت ليه بتدينا قطعة تقيلة؟ ما انا خلاص، ما انا لو اديتك قطعة سهلة انت كده كده هتعرف تحلها. بس انا بجيب قطعة تقيلة من امتحانات سنين فاتت. يعني المرة اللي فاتت احنا شفنا قطعة تقيلة من امتحان السنة اللي فاتت. المرة دي هناخد قطعة تقيلة بس من امتحان 2024. وكل مرة هناخد قطعة تقيلة من امتحان ثانوية عامة كده، عشان نبقى بنتدرب على الحاجة صح، ما نبقاش بناخد حاجة سهلة ولذيذة والله واتبسطت وحليت بس مش تنفعك بحاجة. فلا، احنا عايزين قطعة الفهم فعلا تبقى تقيلة ونستفاد منها. فيلا بينا على قطعة الفهم. اصحى يا عيال. نخش بقى صديقي العزيز على القطع. نحل برضو قطعة من امتحانات ثانوية سنين سابقة. القطعة اللي هنحلها المرة دي هي جت في سنة 2024. كان جاي لهم برضو قطعتين، كانت قطعة سهلة شوية، كانت عبارة عن قصة، وقطعة كانت بتتكلم عن الكلاب. فقطعة لذيذة وقطعة حلوة، دي اللي هنمسكها المرة دي إن شاء الله رب العالمين. قبل ما أخش على القطعة، عشان كان في ناس كتير سألتنا في الكومنتس فكنت عايز أرد عليهم. ليه بنشتغل قطعة صعبة؟ لأن أنا لو اشتغلت قطعة سهلة فأنت ما استفدتش حاجة. أنا بشتغل القطع اللي هي كانت تقيلة في الامتحانات بتاعت السنين السابقة في الثانوية عشان نستفاد بكلمات منها. لكن لو القطعة سهلة ما انت حليت معايا بس هل استفدت حاجة؟ لا. يبقى انت كان ممكن تحلها مع نفسك وخلاص. يبقى انت طالما بتتفرج عليا يبقى لازم تكون القطعة فعلا انت هتستفاد بيها في حاجة. حلو الكلام؟ طيب دي حاجة. تاني حاجة، الناس اللي كانت بتسأل احنا هنبتدي امتى؟ ان شاء الله رب العالمين هننزل كل التفاصيل ديت في فيديو منفصل، ولكن خلينا اديك حاجة كده عشان تبقى عارفها. ان شاء الله رب العالمين احنا هنشتغل مع اولى وتانية وتالتة على المنصة، وبإذن الله رب العالمين الأزهرية هيبقى برضو ليهم شغل خاص بيهم. دي حاجة. البداية امتى؟ مش هينفع نبتدي قبل ما يكون المنهج فعلا نزل بشكل رسمي من الوزارة وجهزنا لك الكتب. فإن شاء الله رب العالمين نقول على بداية شهر 9. دي حاجة. المنصة بتاعتنا احنا عندنا ويب سايت ولذيذ وجميل وحلو قوي، والناس اللي دخلت عليه عارفة ان شكل الويب سايت بتاعنا مختلف شوية. وعندنا برضو ابلكيشن هيظهر الفترة اللي جاية ديت، عشان ايا كان عايز تتعامل على ابلكيشن او عايز تتعامل على منصة ويب سايت، الاتنين متاحين. والشكل بتاع المنصة بتاعتنا شكل كوميدي كده ولذيذ، وحاجة كده هتشوفها حاجة جديدة كده عليك. عموما اللينكات بتاعت كل الكلام ده بتبقى في وصف الفيديو تحت فيه كل حاجة. تقدر تلاقي لينك المنصة وتلاقي كل حاجة. وإن شاء الله رب العالمين الفترة اللي جاية هيعملوا لك عروض على المنصة، على الاشتراك على المنصة، وبإذن الله احنا معاكم ما تقلقوش. عشان الناس اللي فاكرة ان احنا مش راضيين ننزل تفاصيل، لان احنا معناش اي تفاصيل. فعشان كده
مش عارفين ننزل نقول ايه، مش عارفين ننزل نقول الكتاب امتى، مش عارفين نقول هنبدأ امتى، لكن اهم حاجة ينزل لنا بس المنهج بشكل رسمي، واحنا الحمد لله محضرين شغل كده على جنب عشان اول ما ينزل المنهج نبدأ نتعامل فيه على طول، وان شاء الله مش هياخد مننا وقت. اتفقنا؟ يلا بينا بقى نسيبنا من كل الكلام ده كله ونبدأ بالقطعة بتاعتنا. نفتح كده القطعة مع بعض. فتعال نقرأ الأسئلة ونشوف هي بتتكلم عن إيه عموما، وبعد كده نروح للقطعة. أول سؤال كان بيقول لي the suitable title دي اللي هي عنوان. suitable ديت خلي بالك كانت في كلمات ثانوية عامة معناها مناسب. suitable معناه ايه؟ مناسب. يعني بيقول لك ايه العنوان المناسب بتاع الباسج القطعة، فأنا لسه مش عارف القطعة بتتكلم عن ايه، فلما أعرف هي بتتكلم عن ايه. السؤال اللي بعده بيقول لي if the owner يعني لو المالك. كلمة owner معناها مالك. عارف لما بتيجي تروح الساحل يقول لك وانت مأجر ولا owner يعني مالك. بيقول لك لو المالك doesn't hear يعني لو ما سمعش his crying baby يعني الطفل بتاعه اللي crying اللي بيعيط. the dog will ايه؟ كلب ساعتها هيعمل ايه؟ ده كده تقريبا بيتكلم عن الكلاب. طيب تعالى نكمل. بيقول لي the sentence الجملة اللي summarize دي معناها ايه؟ معناها يلخص. بيقول لي الجملة اللي بتلخص the third paragraph يعني الباراجراف الثالث. برضو لسه انا ما قرأتش الباراجراف الثالث. بعد كده بيقول لي according to the passage وفقا للقطعة all kinds of dogs يعني كل الانواع بتاعت الكلاب مالها. ماشي هنعرف. بعد كده بيقول لي according to the passage وفقا للقطعة hearing ear dogs يعني كلاب الأذن السامعة، يعني الكلاب اللي بتساعد الناس اللي عندها مشاكل في السمع. تاني hearing ear dogs على بعضها معناها الكلاب اللي بتساعد الناس اللي عندهم مشاكل في السمع في الأذن. طيب بيقول لي الكلاب دي كان يقدروا help يساعدوا ان هم prevent ايه؟ يمنعوا ايه؟ خلي بالك prevent معناه ايه؟ يمنع. يساعدوا يقدروا ان هم يساعدونا في ان هم يمنعوا ايه؟ الكلاب دي. طيب بعد كده بيقول لي if a signal dog لو في كلب signal. يعني ايه signal؟ عارف لما تيجي تعمل مكالمة مثلا وتبقى الشبكة واقعة بتلاقي مكتوب فوق كده عندك مكتوب no signal يعني مفيش إشارة. فكلمة signal ديت معناها إشارة. ماشي. فبيقول لي كلب الإشارة هنفهم يعني إيه كلب الإشارة من القطعة. طيب بيقول لي الكلب ده hears يعني لو سمع the sound الصوت بتاع burglar alarm. alarm ديت معناها إنذار أو تحذير أو منبه. يعني أنت لما بتيجي تظبط المنبه بتاعك أنت بتظبط الألارم صح؟ برضو بتيجي بمعنى إنذار. يعني عارف إنذار الحريق؟ إنذار دي معناها ألارم. طيب كلمة بقى burglar يعني إنذار إيه ده؟ burglar معناه سرقة. انذار سرقة، انذار ان في سرقة. فبيقول لك لو كلب سمع صوت انذار السرقة بيقول لي it will probably ايه؟ من المحتمل يعمل الكلب. ماشي هنعرف. بعد كده بيقول لي unlike على عكس. خلي بالك like لوحدها كده معناها يشبه، لكن لما تيجي تقول unlike بالشكل ده لا دي معناها على عكس او على النقيض. فبيقول لي على عكس other dogs الكلاب الاخرى. السيجنال دوجز بالاخص الكلاب ديت are trained to ايه؟ متدربين على ايه؟ ما هي trained ديت جايه من فعل train اللي معناه يدرب. طيب بعد كده بيقول لي the passage القطعه urges us to ايه؟ خلي بالك ان كلمه urge ديت بتيجي في الاسئله بتاعت القطعه كتير. urge ديت معناه يحث او يدفع. يعني بيقول لي القطعه بتدفعنا لإيه أو بتشجعنا على إيه أو بتحثنا على إيه. حلو الكلام. يلا نرجع بقى للقطعة ونشوف بتتكلم عن إيه. وقلنا لما نيجي نقرأ القطعة أكيد هيقابلك كلام أنت مش عارفه. تعمل إيه؟ تبدأ تدور كده بس معنى الجملة عن إيه. مش لازم تترجم ترجمة حرفية. طيب تعال نشوف. بيقول لي when عندما a fire alarm. أنا لسه قايل لك alarm دي معناها إيه؟ إنذار صح؟ تحذير. أيوة منبه.
ماشي. طيب انذار الايه؟ الفاير، يعني بيقول لك لما يبقى في انذار حريق goes off يعني يشتغل، لما يشتغل كده جهاز الانذار بتاع الحريق بيقول لي you know it، فانت بتبقى عارف. know اللي معناها يعرف، فانت بتبقى عارف. بيقول لي the sound الصوت alerts you، خد بالك alert دي verb فعل معناها ايه؟ معناها يحذر او ينبه. فبيقول لي ان الصوت بيحذرك على الدينجر، على الخطر. danger اللي هي الخطر. بيقول لي what if you were deaf، يعني ماذا if لو كنت ايه بقى؟ deaf يعني اصم، يعني ما بتسمعش. يعني بيقول لك ماشي، انت لما بتسمع الصوت بتبقى عارف ان في خطر، بس لو انت اصم هتسمع ازاي؟ فبيقول لي how would you know، ازاي هتعرف if an alarm ان في انذار went off، ان في انذار اشتغل؟ ازاي هتعرف ان في انذار اشتغل؟ or او if someone او لو شخص ما knocked يعني خبط on your door على الباب بتاعك، هتبقى عارف ازاي لو حد خبط على الباب بتاعك لو انت اصم؟ if you took a walk يعني لو انت كنت بتتمشى and strolled across a busy street ودخلت كده تتمشى في شارع busy، شارع مزدحم، هتعمل ايه برضو؟ you wouldn't hear انت مش هتسمع if لو a car لو عربية peeped at you، لو عربية ايه؟ peeped at you يعني لو عربية كانت بتزمر لك، ما هي الزمارة دي بيفضل يعمل لك زي بيب بيب صح؟ فبيب at you يعني كانت بتزمر لك، فانت هتسمع ازاي ان عربيه بتزمر لك لو انت ديف يعني اصم؟ بيقول لي a signal dog، دي اللي كان قالها بقى في القطعه او قالها في الاسئله. signal dog اللي هو الكلب اللي هو بتاع الاشاره، ماله بقى؟ قال لي could help you ممكن ان هو يساعدك with all of these things في كل هذه الثينجز الاشياء، الكلب ده يقدر يساعدك بقى. يبقى الكلب السيجنال ده هو بيساعد الناس اللي ايه؟ الداف اللي هم عندهم مشاكل في السمع. بيقول لي السيجنال دوجز ار also called يعني ايضا، also دي اللي بنفضل نكتبها في المقالات، ايضا called يعني بيسمى او يدعى، بيسموا او يدعوا hearing ear dogs يعني كلاب الاذن السامعه، يعني الكلاب اللي بتساعد الناس اللي عندهم مشاكل في السمع. طيب بيقول لي they help people بيساعدوا الناس who are deaf اللي هم لسه قايلين deaf معناها أصم. ماشي ازاي؟ قال لي by acting as their owner's ears يعني عن طريق ان هم بيتعاملوا، يعني الكلاب دي acting يعني بتتعامل او بتتصرف كما ولو انها الاذن بتاعه المالك بتاعها. يبقى انا عارف كلمه owners اللي هي معناها ملاك وايرز اللي هي الاذن، يعني بيقول لك الكلاب بتتعامل وكانها الاذن بتاعه الملاك بتوعهم. بعد كده بيقول لي they know بيكونوا عارفين what to do ماذا يفعلوا when they hear لما يسمعوا certain sounds لما يسمعوا أصوات certain محددة. يبقى خلي بالك certain دي معناها محدد، يعني بيبقوا عارفين هيعملوا إيه لما يسمعوا الأصوات دي الكلاب دي. بيقول لي these dogs الكلاب دي can learn up، طبعا انت عارف learn معناه يتعلم، بيقول لك ان هم ممكن يتعلموا up to لحد 8 sounds لحد 8 اصوات including بما فيها بقى sounds from sirens يعني اصوات السايرنز. يعني ايه السايرنز؟ يعني صفارات الانذار بتاعت اي حاجه. طيب هيجي واحد يقول لي انا ما عرفتش يعني ايه السايرنز دي في الامتحان، عادي قول ان هم بيعرفوا او بيبقوا عارفين اصوات السايرنز دي وعلم عليها. طيب ايه تاني؟ قال لي دور بيلز، دور معناها باب يبقى بيلز الجرس بتاع الباب، ماشي. and crying babies وكمان الاطفال لما بتعيط بيكونوا عارفين صوتهم، حلو الكلام. بعد كده بيقول لي babies cry at night، خلي بالك اللي احنا بنقرأ فيه ده الباراجراف الثالث اللي هو كان قال لك بيتكلم عن ايه في الأسئلة. طيب عايزين نركز فيه بقى. بيقول لك ان الاطفال بتكراي بتعيط بالليل for many reasons لاسباب عديده. ليه؟ قال لك they might be hungry ممكن يكونوا جعانين، lonely حاسين بالوحده، or wet يعني مبللين يعني عاملينها على نفسهم.
فبيقول لي when they cry لما بيعيطوا the sound الصوت بتاعهم is pitiful. يعني ايه pitiful؟ يعني بيبقى مثير للشفقة أو التعاطف، صوتهم كده اللي هو يحرك أي حاجة، يحرك الحجر لما يبقى صوت طفل كده. بيقول لي even حتى extremely sleepy parents. طبعا انت عارف parents اللي هم الآباء، وsleep اللي قبلها ديت اللي هي معناها نايمين، واكستريملي للغاية. يعني بيقول لك حتى الوالدين اللي بيكونوا نايمين للغاية will wake up، يعني هيصحوا quickly بسرعة to help عشان يساعدوهم، عشان صوتهم بيبقى مثير للشفقة. بعد كده بيقول لي but ولكن what if a mom and dad are deaf؟ ماذا لو الأم والأب هم deaf أصم؟ صحيح. هيسمعوا صوت العيال ازاي صحيح لما يعيطوا؟ قال لك that's when، يعني ده عندما بقى السيجنال دوج اللي هو الكلب بتاع الإشارة can help يقدر يساعد. يبقى الكلب يقدر يساعدهم لما طفلهم بيبقى بيعيط. طيب ازاي؟ قال لي the dog can quickly، يعني يقدر ان هو بسرعة wake his owner، يعني يصحي الأونر المالك بتاعه. he might nudge him with his nose. يعني ايه؟ انا عارف ان انت مش هتبقى عارف يعني ايه كلمة nudge، صح؟ طيب تعال نتخيلها. بقول لك ان هو ربما ايه بمناخيره كده. ما هو قبلها انا كنت بقول لك ان الكلب هي ايه؟ هي wake his owner، يعني هيصحيه. فبقول لك ان هو هي ايه بمناخيره؟ هيزقه كده بمناخيره عشان يصحيه. يبقى النودج دي معناه ينغز حد كده، ينغز حد. يعني مثلا انا لو جيت وعملت لك كده، عارف انت مثلا انت واقف مش منتبه لي، فانا جيت عملت لك كده كده، انا بقى ايه؟ بنكشك او بنغزك كده عشان تنتبه معايا، صح؟ يبقى النودج ديت معناه انغزك بحاجه. فهنا بيقول لك ان الكلب ممكن ينغزه كده بايه؟ بمناخيره. ايه تاني؟ قال لي or Paul at his night clothes. Paul دي معناها ايه؟ انت المفروض تبقى عارفها. انت لما بتخش اي مطعم بيبقى فيه Paul دي يعني ايه؟ تسحب. لكن push تدفع. طبعا انت ما بتعتمدش الكلام ده. انت لما بتشوف باب مكتوب عليه Paul برضه بتقوم زق وداخل. لا، Paul يعني تسحب، push تدفع. فهنا بيقول لي او يسحبوا من الايه؟ من الكلوثس بتاعته، الملابس الليليه بتاعته. يبقى هنا عمال يتكلم عن الاطفال لما تعيط، والكلب ممكن يساعد ازاي في الكلب لو او مش الكلب لو الكلاب تساعد ازاي لو الاطفال عيطت. طب ما تيجي نحل السؤال اللي على الحته دي بسرعه. يعني هو هنا كان اهو في السؤال ده كان بيقول لي الجملة اللي بتسمرايز، اللي بتلخص الباراجراف الثالث هو ايه؟ هل السيجنال دوج كلب الإشارة كان هيلب يقدر يساعد جارد يحرس؟ جارد يعني ايه؟ يحرس. عارف انت لما تيجي تجيب بادي جارد معاك، بادي جارد يعني بيحرسك، صح؟ يبقى الجارد دي معناه يحرس. هو بيتكلم ان الكلب يحرس حد؟ لا. طيب a baby can't sleep، الطفل ما يقدرش ينام. can't ما يقدرش ينام unless إذا لم there was a signal dog، إذا لم يكن هناك كلب إشارة. الطفل ما ينفعش ينام ليه يعني؟ طيب بص الإجابة سي. a signal dog can help يقدر يساعد a deaf parent، يقدر يساعد الوالد الداف الأصم with his crying baby، مع طفله اللي بيعيط. الإجابة سي صحيحة 100%. دي فعلا اللي كان بيتكلم عنها الباراجراف الثالث. طيب تعال نشوف الإجابة دي. The parents need، يعني الآباء بيحتاجوا signal dog، ماشي، بيحتاجوا كلب إشارة to feed the baby. كلمة feed دي معناها إيه؟ feed دي verb فعل معناها يطعم. هو الكلب هيطعم البيبي برضو؟ لا. يبقى الإجابة دي خاطئة. طيب نرجع للقطعة بتاعتنا ونكمل القراءة. بعد كده بيقول لي when his owner wakes up، يعني لما المالك بتاعه wakes up يعني بيصحى، بيعمل ايه بقى؟ قال لي the dog الكلب runs to the baby، يعني بيجري على البيبي. يعني هو خلاص الكلب نغزه عشان يصحيه، عشان يعرفه ان البيبي بيعيط. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ الكلب بيبدأ يجري ناحية البيبي. The dog may crouch down. crouch دي معناه ينحني.
ينحني كده، يعني يروح كده عند السرير بتاع الطفل وينحني لأسفل عشان يعرفوا إن هنا في مشكلة يعني. يبقى crouch down معناه ينحني لأسفل، near بجانب the crib. crib دي معناها سرير أطفال. طيب أنت في الامتحان هتقول لي ولا أنا هبقى عارف crib؟ أنت هيجي في دماغك crib طبعا اللي أنت بتاكله، وكراوتش داون مش تبقى عارفها. طب تعمل ايه؟ عادي، انت خلاص عرفت ان الحتة دي هي بتتكلم عن ان هو لما يصحيه فالكلب هيروح ناحية البيبي ويبدأ يعرفوا ان في مشكلة هنا. طيب if his owner، لو المالك بتاعه doesn't follow يعني لم يتبعه، ما follow دي معناها يتبع، لو الكلب بتاعه لم يتبعه فبيقول لي the dog الكلب will run back، الكلب هيرجع. and the fourth ده run back and forth يعني يفضل يروح ويجي، عارف run back and forth يروح ويجي يروح ويجي run back and forth. فبيقول لي هيفضل يروح ويجي until حتى his owner لحد ما الملك بتاعه takes action ياخد تصرف، يعني الكلب مش هيسيبه. انت ما انتبهتش ان انا قصدي على هنا يفضل يروح ويجي ويلف حوالين السرير كده عشان يعرفوا ان في مشكله هنا يعني. بعد كده بيقول لي السيجنال دوج الكلب بتاع الإشارة does different things يعني بيعمل أشياء different مختلفة for each sound لكل صوت it knows هو عارفه. يعني مثلا صوت البيبي اللي بيعيط بيعمل له تصرفات معينة، لو في مثلا إنذار حريق فالكلب مثلا ممكن ينام على ظهره ويفضل يعمل أي حركة. عارف انت اللي هو ايه، بيبقوا مدربين وسمعتوا صوت معين تعمل كذا، وهم بيبقوا معرفين المالك بتاع الكلب ان لو الكلب عمل كده يبقى هو قصده على كذا. طيب بعد كده بيقول لي there is no official kind of hearing ear dog. يعني ايه؟ يعني بقول لك ان مفيش there is no مفيش official kind يعني نوع official رسمي، مفيش نوع رسمي للكلاب اللي هي بتساعد الناس اللي عندهم مشاكل في السمع. طيب بيقول لي many sizes يعني في أحجام عديدة and breeds وأنواع عديدة can be trained ممكن ندربها. Some dogs بعض الكلاب are short يعني بعض الكلاب دول ممكن تبقى قصيرة and fluffy جميلة كده وكيوت. Others الكلاب التانية الأخرى are tall ممكن تبقى طويلة، thin يعني تبقى رفيعة and sleek يعني شعرها طويل كده وناعم. They may not all move with beauty and grace. يعني ايه؟ بقول لك ان هم ربما كلهم ما يبقوش، هنا not نفي يعني ما يبقوش نفس البيوتي الجمال ولا الجريس الرشاقة، يعني الكلاب ما بتبقاش بنفس الجمال ولا الرشاقة يعني بيبقوا مختلفين. but ولكن all signal dogs ولكن كل الكلاب اللي اتدربت اللي هي كلاب الإشارة ديت are smart بتبقى ذكية. يبقى لازم الكلب بتاع الإشارة يبقى ذكي أيا كان بقى نوعه إيه، كل الأنواع تنفع بس الكلب يبقى ذكي. بعد كده بيقول لي large dogs يعني الكلاب اللارج الكبيرة are better هي بتكون أفضل in public places في الأماكن العامة because لأن they won't get stepped on. want يعني لن إيه بقى get stepped on يعني حد يدوس عليهم، يعني قصده ان الكلاب الصغيره ممكن وهي ماشيه جنبك كده ما حدش ياخد باله يدوس لك على الكلب بتاعه، لكن بيقول لك الكلاب الكبيره ما حدش يقدر يدوس عليها ولا يخطي عليها. بعد كده بيقول لي small dogs الكلاب بقى الصغننه دي however مع ذلك can jump in your lap يعني تقدر تنط، طبعا انت عارف jump يعني تنط، lap دي معناها ايه؟ حضنك، يعني بيقول لك الكلاب الصغننه دي بقى تنط في حضنك كده، فبيقول لك which is funny ودي بتبقى حاجه كده مرحه. Signal dogs كلاب الإشارة are more than هي أكتر من just ears من مجرد أذن أو يعني أذن for their owners يعني للملاك بتوعهم. They are also هم أيضا friends هم أيضا بيبقوا أصدقائهم. نروح للأسئلة. الأول كان أول سؤال كان بيقول لك إيه؟ أفضل عنوان للقطعة هي إيه؟ هل بتتكلم عن الدوجز الكلاب للبلايند؟ إيه ده؟ هو إحنا عرفنا إن الديف دي معناها إيه؟ معناها أصم ما بيسمعش، لكن بلايند دي معناها أعمى. هو كان بيتكلم عن الكلاب للناس العمي، هو أصلا كده الكفيف أو الأعمى ما بيبقاش شايف، فالكلب هيساعده في إيه؟ فالإجابة إيه غلط. طيب The problem of dogs مشكلة الكلاب، هو كان بيتكلم عن مشكلة الكلاب؟ لا برضو. طيب hunting dogs hunting يعني الصيد،
هو هنا بيتكلم عن كلاب الصيد؟ لا برضه بيتكلمش عن كلاب الصيد. طب guiding dogs هي اللي صح. طيب معناها ايه بقى؟ بص يا سيدي، فعل guide ده verb فعل معناه يرشد، يبقى على بعضها guiding dogs يعني الكلاب المرشدة، مش مرشد بيروح يقول للحكومة على حاجة، مرشدة يعني بترشدك في حاجة، يعني انت مثلا ما بتسمعش فبتعرفك ان هنا في حاجة. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ if the owner doesn't hear، يعني لو المالك ما سمعش his crying baby، لو ما سمعش الطفل اللي بيعيط، فالكلب هيعمل ايه؟ هل cut يقطع his clothes، يقطع ملابسه into pieces الى قطع؟ ده يرميه في الشارع لو الكلب عمل كده، يبقى الإجابة ايه؟ غلط. طيب smell يشم the baby's nose، بيشم مناخير الطفل، يعني الطفل لما بيعيط فالكلب يروح يشم مناخيره، ايه العلاقة؟ برضه لا. طيب الإجابة سي bite his arm. bite يعني ايه؟ يعض، يعض ايده ورجليه، برضه هيرميه في الشارع. طب الإجابة دي grab him. grab يعني يشده، يشده from his clothes من ملابسه. أيوة دي الإجابة الصح. طب هو كان قالها فين في القطعة؟ فاكر الحتة دي؟ أهي Paul ate his night clothes، بس هو هنا في الإجابة ما قالش Paul، ده قال كلمة إيه؟ قال كلمة grab. يبقى نخلي بالنا إن Paul إحنا عارفين هي معناها يسحب أو يشد، صح؟ برضو grab ليها نفس المعنى بمعنى يسحب أو يشد. طيب السؤال اللي بعده حليناه، السؤال رقم 4 نمبر 4 بيقول لي according to the passage وفقا للقطعة all kinds of dogs، كل أنواع الكلاب مالها؟ كان attack تهاجم، هو اتكلم إن الكلاب بتهاجم، ما هو attack دي يعني يهاجم، فهي خلت الإجابة غلط أصلا. واللاب دي أنا قلت لك معناه إيه؟ حضن، ينفع أقول تهاجم حضنك؟ لا. طيب كان work يقدروا يعملوا او يشتغلوا as signal dogs ككلاب اشاره؟ قال ان ما بيفرقش الحجم ولا بيفرق النوع، فالاجابه دي صحيحه ان كل انواع الكلاب تقدر تبقى signal dogs. طب تعال نشوف بقيه الاجابات. بيقول لي can't be friends، ما ينفعش يبقوا اصدقاء to humans للبشر؟ لا طبعا، ده الكلاب مشهوره ان هي اصدقاء البشر. طيب can't help the deaf، ما يقدروش يساعدوا الاصم؟ لا طبعا، كل انواع الكلاب يقدروا ان هم يشتغلوا سيجنال دوجز ويقدروا يساعدوا الديف الاصم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي according to the passage وفقا للقطعة hearing ear dogs اللي هي الكلاب اللي بتساعد الناس اللي عندها ضعف في السمع can help يقدروا يساعدوا ان هم prevent يمنعوا ايه؟ الكلاب دي ممكن تمنع ايه؟ هل تمنع lots of accidents يعني الكثير من الحوادث؟ هو ما قالهاش في القطعة بشكل صريح، ولكن قالها. تعال اوريها لك يا معلم. هو مش هنا في الجزء ده قال لك ان مثلا if you talk or walk، لو انت بتتمشى في شارع مزدحم انت مش هتسمع لو في عربية كانت بتزمر لك، صح؟ ولكن قال لك بقى كلب الإشارة يقدر يعرفك بقى الحاجات دي. ما هو انا لو معيش كلب وعربيه زمرت لي فممكن يعمل حادثه معايا لان انا مش سامع العربيه اللي بتزمر لي، صح؟ يبقى كده يقدروا يمنعوا الكثير من الحوادث. طب تعال نشوف الاجابه بي، هيمنعوا ان احنا نبقى having a baby، ان احنا نحصل على طفل، يمنعوها ازاي؟ طيب waking up at night ان هم يصحونا بالليل، يمنعوا صحياننا بالليل؟ لا طبعا، ده يصحونا لو في مشكله. طيب meeting مقابله الفيزيتورز الزائرين، هيمنعوها ازاي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي لو كلب الإشارة hears بيسمع the sound الصوت بتاع burglar alarm، احنا عرفنا ان alarm معناه انذار او تحذير، وبرجلر قلنا معناها السرقة. يعني بيقول لك الكلب ده لو سمع انذار سرقة بيقول لك probably من المحتمل هيعمل ايه؟ تفتكر؟ تعال نشوف إجابة منطقية. بيقول لي run fast يجري بسرعة and leave ويترك the owner يترك الملك، يعني الكلب لو سمع ان في انذار سرقه يسيب الملك بتاعه ويجري؟ لا طبعا، ده يبقى كلب مش محترم. طيب الاجابه بي، بيقول لي make the owner يجعل الاونر الملك بتاعه aware of، خلي بالك aware of دي معناها ايه؟ على درايه ب،
على دراية ب أو على علم ب، معناها aware of. خلي بالك بالله عليك من الكلام ده عشان هسألك فيه في البوستز اللي هي بتنزل على الفيسبوك واليوتيوب. احنا بننزل لك حاجات كده، نقول لك مثلا في القطعة كان في شوية الكلمات دي عرفني معنيها ايه، عشان نفضل كأننا بنفكرك اكتر من مرة وبتذاكر معانا. فهسألك aware of دي معناها ايه، تقول لي على دراية بيه. طيب، فبيقول لي ان هو بيجعل الملك بتاعه على علم او على دراية ان في burglars existence، ان في تواجد. كلمة existence دي برضو هسألك فيها معناها تواجد او وجود. وجود ايه بقى؟ burglar، وجود سرقة. ماشي، فعلا هو هيحاول يخلي المالك بتاعه يفهم ان في سرقة او في وجود سرقة عن طريق بقى ان هو يفضل يعمل له شوية حركات وهكذا. عايزك بس تخلي بالك ان فون اللي في الاخر ديت هي المفروض نشيلها من الاجابة هنا ونحطها في بداية الاجابة سي. فالاجابة سي هتبقى ايه بقى؟ phone the police، يعني الكلب هيتصل بالبوليس عشان يقبض على البرجلر السارق. يعني منطقية يعني الكلب هيتصل؟ لا طبعا، هقوم قايل غلط. طب انا عرفت منين ان هو بيتكلم عن الكلب؟ ما هو يا سيدي كان بيقول لي ات، يعني بيتكلم بيقول لي ات دي عايده على غير العاقل، الكلب هو اللي هيعمل ايه؟ فالكلب مش هيتصل. طب الاجابه دي howl، howl يعني ينبح، هينبح كده to warn the owner، هنا المفروض تبقى warn عشان يحذر الاونر الملك بتاعه. هيجي واحد يقول لي هو فعلا المفروض هيفضل ينبح عشان يحذر الاونر بتاعه. طب ما هو الملك بتاعه الاونر بتاعه ما بيسمعش، يبقى النباح بتاع الكلب ده هيساعد في ايه؟ يبقى لا، الاجابه دي غلط. طيب، السؤال اللي بعده رقم 7 نمبر 7 بيقول لي unlike على عكس other dogs الكلاب الاخرى بقى. فبيقول لي السيجنال دوجز بالاخص هم trained to ايه؟ مدربين ان هم ايه؟ track criminals. track يعني يتعقب، criminals معناها مجرمين، كانت عند ثانوية عامة. criminal معناها مجرم. يتعقبوا المجرمين؟ لا، اهي في البداية كده غلط، هو ما كانش بيتكلم عن المجرمين خالص. طيب، support تدعم only فقط ordinary people الناس الاوردينري العاديين، يعني الكلاب السيجنال هي بتبقى خاصة بالناس الاوردينري العاديين؟ لا طبعا، ده الناس اللي عندهم إعاقة. طيب، escape يهربوا، مدربين ان هم يهربوا لو لو سمعوا a fire alarm، لو سمعوا انذار حريق؟ لا طبعا، ده المفروض يروحوا يحذروا الملك بتاعهم. فالاجابه سي غلط. طب بص بقى الاجابه دي support بيدعموا the needs الاحتياجات بتاعت hearing impaired people، يعني الناس اللي عندها ضعف سمع. يبقى خلي بالك عشان هسألك برضو في الكلمة دي hearing impaired people معناها ايه؟ تقول لي اللي هم الناس ذوي الإعاقة السمعية. الناس اللي عندهم إعاقة سمعية أو ضعف سمع دول ال hearing impaired people. ففعلا هم بيدعموا احتياجات الناس دي. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لي بقى القطعة بتدفعنا لإيه؟ بتحثنا على إيه؟ urges us to إيه؟ هل neglect دي برضو هسألك فيها معناها ايه؟ يهمل. طبعا انت عمال تقول لي هتسألني في كل ده، هسألك، هفضل أسألك طول الأسبوع في الكلمات دي. neglect يهمل. فبيقول لي بيهملوا training تدريب السيجنال دوجز كلاب الإشارة، يعني بيقول لي القطعة بتحثنا ان احنا نهمل تدريب الكلاب دي؟ لا طبعا. طيب، find ways نجد طرق to pan يعني pan نحظرهم. عارف لما اجي اعمل لك بان من صفحه، يبقى انا بعمل لك بان من الصفحه بتاعتي، يعني اخليك ما بتشوفنيش، احظرك او امنعك. فنجد طرق ان احنا نمنع السيجنال دوجز كلاب الاشاره دي؟ لا طبعا، ده احنا المفروض نكتر من كلاب الاشاره دول. طيب، give due care هسألك برضو في دي due care معناها ايه؟ بص يا سيدي، care معناها اهتمام، حلو الكلام وده انت عارفه. ديو بقى معناها شديد، يبقى ديو كير على بعضها اهتمام شديد، اهتمام كبير. ماشي، تعالى بس نرجع عشان احنا بوظنا دي. ايوه كده.
فندي اهتمام شديد للتريننج لتدريب السيجنال دوجز كلاب الإشارة for the disabled يعني المعاقين أو ذوي الإعاقة. خلي بالك برضو عشان هسألك في the disabled ديت معناها إيه؟ تقول لي ذوي الإعاقة. طيب نديهم اهتمام شديد الكلاب دي؟ دي حاجة صحيحة. طب الإجابة دي ترين ندرب السيجنال دوجز ما هيش كلاب الإشارة for detecting drugs إن هم يعني يلاقوا الدراجز المخدرات؟ لا، أنا ما بتكلمش عن المخدرات هنا، بتكلم عن الناس اللي عندهم إعاقة. تمام يا سيدي؟ تمام يا سيدي. هنخش بعد كده على الجزء الخاص بالأزهر. إخواتنا الأزهرية، الديالوج، المحادثة والترجمة بتاعتكم المقالي، فيلا بينا نخش عليها. يلا بينا نيجي بقى للجزء بتاع الأزهر. نبدأ كده مع بعض في الأسئلة بتاعتكم يا أزهرية، وإن شاء الله رب العالمين زي ما قلنا إحنا كل مرة هناخد أسئلة سكيلز بس جت من امتحانات سنين فاتت خاصة بيكم عشان نبقى بنتدرب على الحاجة من جوه الامتحانات. طيب أول حاجة هنبدأ بيها وهو الديالوج، سؤال الديالوج اللي هو المحادثة. فتعال نشوف المحادثة المرة دي كانت جت في امتحان أزهر علمي سنة 2024. شخصين بيتكلموا، لأن هي أصلا كلمة ديالوج دي معناها محادثة، يعني اتنين بيعملوا محادثة بينهم وبين بعض. فالشخص إيه بيقول hello سيد's take away can I help you؟ يعني ايه الكلام ده؟ ما انا لازم اعرف السياق بتاع الكلام ايه. فانت مثلا لو انت مش عارف يعني ايه تيك اواي، بس ناس طبعا اللي هي بتطلب من بره كتير هتبقى عارفه يعني ايه تيك اواي. عارف لما تيجي تخش مطعم فتقول له لو سمحت انا هاخد الحاجات معايا تيك اواي، او يقول لك يا فندم هو انت عايز تاكل هنا في المطعم ولا تاخد تيك اواي؟ تيك اواي يعني تاخد الحاجه تروح تاكلها في البيت، فده مطعم وجبات سريعه كده. هو بيتكلم عن مطعم. طب تعالى نفترض انت مش عارف كلمه تيك اواي، فانت ما عرفتش ان هو بيتكلم عن مطعم، فابدا امشي. فهو رد عليه، بعد كده في سؤال اتسال فراح جاي رد بيه قال له كان اي هاف، ممكن احصل على روست تشيكن، عايز فراخ مشويه اند سالاد وسلطه. يبقى خلاص احنا عرفنا ان الحوار هو عن مطعم. طيب الشخص ايه ده اللي بيتكلم الاول بيقول هلو سيد's take away، يعني معاك مطعم سيد للوجبات السريعة. can I help you؟ ممكن أساعدك. طيب يجي واحد يقول لي ما ممكن يكون ما بيكلمهوش في التليفون، انت عرفت منين ان هو بيتكلم في التليفون؟ لو جينا مثلا تعال ننزل تحت شوية، لو جينا نزلنا تحت شوية فهو هنا كان برضو سأل سؤال قال له no that's all thanks، يعني دي كل حاجة أنا عايزها شكرا. فبعد كده سأل سؤال تاني راح جاي له it's 5 شبرا ستريت، يعني شارع شبرا، 5 شارع شبرا، والتليفون نمبر ورقم التليفون هو كذا. هو انت لما بتيجي تطلب من مطعم تطلب وش الوش بتديله العنوان، ولا انت كده بتتكلم في تليفون وبتطلب اوردر بالتليفون فعشان كده هيطلب منك العنوان فتقول له شارع شبرا والتليفون بتاعك هو ايه؟ يبقى كده دي مكالمة تليفون. يبقى خلاص انا عرفت الحوار بتاعي او الديالوج، المحادثة بتاعتي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين بيتكلموا مع بعض في التليفون. الاولاني ده الشخص اللي شغال في المطعم اللي رد الاول قال له معاك مطعم سيد للوجبات السريعه كان اي هيلب يو، اقدر اساعدك، ممكن اساعدك. فرد عليه الشخص بيه ده اللي متصل بقى. تعال نتخيل هيقول له ايه. طيب فراح جاي كمان الشخص ايه اللي هو بقى اللي شغال في المطعم سأله سؤال قال له انا ممكن احصل على دجاج مشوي وممكن احصل على سلطة. يبقى هنا كان قال له انا عايز اعمل اوردر، بالعربي اهو انا عايز اعمل اوردر. تعال نتخيل بس انا ماشي واحده واحده اهو عشان لو مستواك واقع يبقى برضو انت ماشي معايا وان شاء الله رب العالمين تعرف تستفيد. طيب يبقى هنا انا عايز اقول انا عايز اعمل اوردر، اكتبها ازاي؟ فانت ممكن تترجمها انا عايز اهو، انا عايز اهي want to، انا عايز. طيب اعمل اوردر، طبعا كلمه اوردر اهي. طيب ممكن اقول اعمل اوردر هكتبها ازاي؟ make
an order. يبقى كده معناها ان انا عايز اعمل اوردر. طب هل كنت ممكن اكتبها بطريقه تانية؟ لان ممكن واحد يقول لي انا مش عارف ان كلمه اوردر بتاخد ميك. عادي، انت ممكن تقول له انا عايز اطلب، صح؟ يعني مش ممكن اشيل اعمل، انا عايز اطلب على طول. يبقى كنت ممكن اقول ايه؟ I want to، اللي هي معناها انا عايز، ويطلب اللي هي ايه؟ order بالشكل ده. طيب لو واحد بقى تنين، واحد حبوب كده في الانجليزي، فممكن يكتبها بطريقة تانية، طريقة شيك بقى، حاجة شيك شوية. فلما تيجي تقول ان انت عايز حاجة او تود حاجة، ممكن تكتبها بطريقة تانية غير want to دي. ممكن تكتبها ازاي؟ ممكن تكتبها، تعال نكتبها بقى بالاحمر عشان دي طريقة شيك. نقوم قايلين I'd like to. I'd like to معناها أنا أود، أنا أود إن أنا أعمل حاجة، فهنا أنا أود إن أنا أعمل order. يبقى ممكن أقول إيه؟ I'd like to، ممكن أقول order على طول، يعني أنا أود أن أطلب. أو كنت ممكن أقول I'd like to، كنت ممكن أقول make an order. الاتنين صح. يبقى عندك 4 إجابات اهوت ينفعوا بمعنى أنا عايز أطلب، أنا أود أطلب، أو أنا عايز أعمل أوردر، أو أنا أود إن أنا أعمل أوردر. طيب الشخص إيه بقى اللي شغال في المطعم سأله سؤال، فراح جاي له إيه؟ Can I have a roast chicken and salad؟ ممكن آخد دجاج مشوي وسلطة. يبقى أكيد هنا هو سأله وقال له أنت عايز تطلب إيه؟ صح؟ ماذا تود أن تطلب؟ ماذا تريد أن تطلب؟ صح؟ طيب تعال نكتبها كده بالعربي. أنت عايز تقول إيه؟ ماذا تريد أن تطلب. حلو. أو ممكن تكتبها بطريقة شيك، هوريها لك كمان شوية. طيب تعالى نكتب ماذا تريد أن تطلب. أكتبها إزاي؟ ما أو ماذا معناها إيه يا ريس؟ ها؟ what. حلو الكلام. طيب هتقول لي ماذا تريد، فهتقول لي تريد ديت اللي هي إيه؟ want، صح؟ أن تطلب، أنت عارف إن want بتاخد to، ويطلب اللي هي order. طيب هل لو أنا كتبت what want to order هل كده صح؟ لا، ناقص لك حاجة. إيه اللي ناقص لي؟ بص يا جميل، لما بتيجي تعمل سؤال، ركز بقى معايا. سؤال هتبدأ بأداة استفهام، ما هي what ديت هي أداة استفهام. ما ينفعش إن أنت اللي بتقوله بالعربي تترجمه وخلاص، لا. السؤال ليه شكل معين. يعني بتحط أداة الاستفهام بتاعتك، زي هنا عايزين نقول ما أو ماذا فحطينا وات. بعد أداة الاستفهام بتحط لي فعل مساعد. حلو الكلام، وأعرفك إيه الفعل المساعد. بعد الفعل المساعد بتحط لي الفاعل اللي أنت بتتكلم عليه. بعد كده تحط الفعل بتاع الجملة، وبعد كده بقية السؤال بتاعك. تعال نشوف احنا هنا عملنا ايه. احنا حطينا أداة الاستفهام، وحطينا بعدها على طول الفعل اللي هو want. انا ناقص لي الفعل المساعد وناقص لي الفاعل. هو مين اللي هيطلب؟ انا بكلمك انت، ماذا تريد انت ان تطلب. يبقى انا عرفت قبل الفعل انا هحط الفاعل بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو you، لاني بكلمك انت. طيب ناقص لي الفعل المساعد بتاعي، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، لما تكون بتعمل سؤال في المضارع، ما هنا انا عايز اقول ماذا تريد ان تطلب في المضارع، وبرضو كل الجمله اهي كان بتتكلم، او السؤال هنا في المضارع، هنا كان سؤال في المضارع. يبقى هنا سياق الحديث بتاعي او المحادثه بتاعتي هي في سياق البريزنت، يعني في سياق المضارع. طب هو الفعل المساعد في المضارع لما اجي احطه في السؤال اعمل ايه؟ بص يا سيدي، عايزك تخلي بالك من 3 افعال مساعده مهمين جدا. مين هما؟ do و does و did. لما تكون بتتكلم في المضارع في البريزنت تفكر في do او does، ولما تكون بتتكلم في الماضي الباست يبقى تحط مين؟ did. طب ايه الفرق بين do و does؟ do لو انت بتتكلم عن I او we او you او they او اي اسم جمع. لكن اي حاجة تانية غير كده زي مثلا الهي او الشي او الات
أو أي اسم مفرد فبنحط معاهم مين؟ بنحط ال does. طيب تعالى نرجع بقى للسؤال بتاعي. فأنا هنا الفاعل بتاعي، أنا هنا بتكلم في المضارع، يبقى عرفت إن أنا أفكر في do أو does، وهنا الفاعل بتاعي اللي هو مين؟ you. يبقى كده أنا هحط أنهي فعل مساعد؟ هحط إيه؟ do. يبقى what do you want to order؟ يعني ماذا تريد أن تطلب؟ سهلة وبسيطة. هل كنت ممكن أكتبها بطريقة شيك شوية؟ فاكر هنا إحنا كتبنا بطريقة شيك اللي هي I'd like to order، صح؟ هل كنت ممكن أعمل سؤال شيك بمعنى ماذا تود أن تطلب؟ كنت ممكن أكتبها إزاي بقى يا سيدي؟ كنت ممكن أكتبه بالشكل ده what برضو، ما أنا عايز أقول ماذا تود. تود ديت اللي هي would you like. كنت ممكن أحط السؤال بالشكل ده what would you like؟ ماذا تود؟ أو كنت ممكن أكمل، كنت ممكن أقول إيه؟ to order، يعني ماذا تود أن تطلب. يبقى كذا صيغة سؤال أهو، الصيغة الشيك أهي والصيغة العادية أهي، اكتب اللي يناسبك. طيب الشخص بي اللي هو بيطلب بقى قال له can I have a roast chicken؟ هو واحد عامل دايت كده بيقول له إيه؟ ممكن آخد فراخ مشوية وسلطة؟ الله. فأكيد الشخص إيه؟ هيقول له أكيد، تمام، بس هو هنا بيقول لي لأ ده أنت هتعمل لي سؤال. ماشي يا سيدي هعمل لك سؤال. رد عليه في السؤال اللي هو بيطلب قال له no that's all thanks، يعني ده كل حاجة أنا عايزها شكرا. يبقى أكيد هنا قال له إيه بالعربي؟ ها تعال نفتكر كده، هو سأله سؤال قال له لا دي كل حاجة أنا عايزها شكرا، يبقى أكيد قال له هل تريد شيئا آخر؟ عايز حاجة تانية، صح؟ يبقى هنا عايز يقول له إيه؟ هل تريد شيء آخر، صح؟ طيب أكتبها إزاي بقى هل تريد شيء آخر؟ ممكن أكتبها بالشكل ده، لما تيجي تعمل سؤال بهل، هل تريد تقول كده do you want. do you want معناه إيه؟ هل تريد. طب شيء آخر أهي anything else، يبقى تاني هل تريد شيء آخر. do you want anything else يعني أنت عايز حاجة تانية. هل تريد حاجة تانية؟ هل تريد شيء ما آخر أو أي شيء آخر؟ ف do you want anything else؟ أنت عايز أي حاجة تانية؟ فرد عليه قال له no لأ that's all، ده كل اللي أنا عايزه thanks شكرا. طيب بعد كده سأل سؤال. الشخص اللي هو مين؟ اللي شغال في المطعم سأل سؤال. طيب رد عليه قال له It's 5 شبرا ستريت. هنا بس كده خلي بالك عشان هنا المفروض دي تبقى It's 5 شبرا ستريت، يعني شارع شبرا نمرة 5 and the telephone number هو كذا. يبقى أكيد هنا هو سأله قال له إيه؟ ما هو عنوانك وما هو رقم تليفونك، صح؟ طيب بص يا سيدي، لما بتيجي تسأل حد على اسمه بتقول له ايه؟ ها؟ يعني هو يسألك على اسمك What's your name؟ صح؟ سهلة، أي حد في ابتدائي عارفها، ما اسمك What's your name؟ طب ما تيجي نقول ما عنوانك، نشيل بقى، يعني لو احنا عايزين نقول ما اسمك هتكتبها ازاي؟ What's your name؟ صح كده؟ دي معناها ايه؟ ما اسمك. طيب أنا مش عايز أقول ما اسمك، أنا عايز أقول ما عنوانك. شيل كلمة name اللي هي معناها اسم وخليها عنوان أهي address اللي هي بمعنى عنوان. الله. وكمان ممكن أقول له والتليفون بتاعك and telephone number، يعني وكمان رقم التليفون بتاعك أهي. سهلة وبسيطة خالص، فيها مشكلة؟ لا. فرد عليه بقى بالعنوان بتاعه ورقم التليفون. طيب نخش بعد كده على الترانسليشن، الترجمة. والترجمة دي برضو كانت جاية في نفس الامتحان، وأهم حاجة في الترجمة إن إحنا كل مرة عايزين نشوف كلمات جديدة من جوه الترجمات دي. كان بيقول لي هنا في الترجمة اللي هي من إنجليش لعربي، بيقول له إيه؟ Millions are threatened by starvation and diseases every year. طيب تعال نمشي واحدة واحدة. Millions معناها ملايين. are threatened. بص يا سيدي، عايزك تعرف إن الفعل اللي اسمه threaten
threaten ديت ده verb فعل. معناه ايه يا سيدي؟ معناه يهدد. تاني threaten معناه ايه؟ يهدد. احفظ عشان ممكن تجي لك في حتة تانية. threaten معناه ايه؟ يهدد. طيب هو بيقول لي الملايين مهددين ب، ما هي باي دي معناها بواسطة أو ب، يبقى الملايين مهددين ب. starvation دي معناها جوع أو مجاعة. تاني بتيجي على فكرة كتير قوي في الترجمة. starvation احفظ معايا وذاكر معايا. starvation معناه ايه؟ جوع أو مجاعة. and diseases طبعا diseases ديت اللي هي معناها أمراض. every year اللي هي معناها كل سنة. يلا نضمها على بعض. يبقى كده هقول الملايين مهددين بالجوع والأمراض. أهي الملايين مهددين بالجوع أو المجاعة والأمراض every year اللي هي معناها ايه؟ كل سنة. يبقى اوعى تنسى threaten معناها ايه، و starvation معناها ايه، و diseases معناها ايه، عشان هعمل لك مسابقة عليهم كده، والمفروض ان انت تسمعهم معايا. كل حصة يبقى عليها تسميع. طيب هنا بقول لك there has been a fall in the number. بص يا سيدي، أول ما تلاقي there has been دي معناها إيه بقى؟ معناها لقد حدث. تاني there has been معناها إيه؟ لقد حدث. طيب لقد حدث fall. يعني إيه fall؟ fall دي معناها انخفاض. تاني fall معناها إيه؟ انخفاض. بتساوي في المعنى ايه يا عمنا؟ بتساوي في المعنى decrease. decrease دي برضو معناها انخفاض، يعني كان ممكن يشيل fall ديت ويخليها decrease. يبقى لقد حدث انخفاض. انخفاض في ايه بقى؟ in the number of يبقى في عدد. طيب عدد مين؟ ال young people. طبعا young people معناها الشباب. طيب entering the labor market. entering معناها بيدخل. فعل enter معناه يدخل. عارف لما بتيجي تدوس enter على الكمبيوتر، مش انت لما تيجي تخش اي ملف بتدوس enter؟ هو enter دي معناها ايه؟ معناها ان انت بتدخل الملف. فenter كده لوحدها ده فيرب فعلي معناه ايه؟ يدخل. طيب entering معناها الذين يدخلون. ما انا بتكلم عن الشباب بقى، يبقى اقول الشباب الذين يدخلون. طيب يدخلون فين بقى؟ The labor market. كلمة مشهورة قوي معناها سوق العمل. تاني سوق العمل اللي هو يعني مثلا انا بقول لك ايه؟ انا محتاج بعد ما اتخرج ان انا ابحث عن وظيفة في سوق العمل. سوق العمل دي معناها ايه؟ The labor market. يبقى هنا هكتب سوق العمل. تمام؟ يبقى خلي بالك عشان هسألك في fall دي معناها ايه؟ هسألك برضو في التسميع اللي هيبقى على الفيسبوك او اليوتيوب، هسألك على enter معناها ايه، the labor market معناها ايه. طيب الترجمة بقى اللي من عربي لإنجليش اللي جت برضو في الامتحان ده، تعالى برضو نشوفها. بيقول لي يجب أن نأخذ في الاعتبار. الله، يجب أن نأخذ في الاعتبار دي احنا قلناها لما كنا بنكتب باراجراف. لما قلنا في الحصة دي في أولها قلنا هناخد شوية تعبيرات هتساعدنا في كتابة الباراجراف، من ضمنها يجب أن نأخذ في الاعتبار أن، ترجمناها مع بعض وحفظناها مع بعض. قلنا اسمها إيه بقى؟ أهي we should اللي هي معناها يجب. طيب نأخذ في الاعتبار معناها take into consideration. take into consideration معناها نأخذ في الاعتبار. أن اللي هي معناها that. يبقى خلي بالك عشان هسألك برضو يجب أن نأخذ في الاعتبار أن معناها إيه، ترد مع بتوع ثانوية عامة وتقول لي we should take into consideration that. طيب الأسمدة الزراعية، أترجم مين الأول؟ هترجم الزراعية الأول. طب ليه يا أبو حميد هترجم الزراعية الأول؟ ما أنت كاتب الأسمدة قبلها، لأن إحنا بنترجم الصفة قبل الاسم. صفة الأسمدة إن هي إيه؟ زراعية، يبقى أنا هترجم الزراعية الأول. فزراعية أهي agriculture.
agricultural. تاني agricultural معناها ايه؟ زراعي. والأسمدة دي معناها fertilizers. fertilizers معناها ايه؟ الأسمدة. يبقى خلي بالك لما تيجي تحط صفة بمعنى زراعي اسمها ايه؟ agricultural. agricultural دي معناها زراعي، وخلي بالك ان دي adjective صفة. طيب أسمدة معناها ايه؟ fertilizers. طيب والمواد الكيميائية يبقى أقوم قايل و اللي هي and. المواد الكيميائية معناها ايه يا سيدي الناس؟ اهي chemicals. chemicals معناها المواد الكيميائية، لها مميزات وعيوب. لها دي لما تيجي تترجمها مع المفرد تقول has، مع الجمع تقول have. طيب أنا هنا بتكلم عن مفرد ولا جمع؟ أنا بتكلم عن الأسمدة والمواد الكيميائية، بتكلم عن حاجتين يبقى دول كده جمع، يبقى أقوم قايل إيه؟ have. حلو الكلام. عايز أقول بقى مميزات وعيوب، ممكن تقول pros and cons، دول معناهم إيه؟ معناهم مميزات وعيوب. ممكن تقول merits and demerits، برضو معناها إيه؟ معناها مميزات وعيوب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى خلي بالك عشان هسألك في الحاجات ديت، فعايزك ترد وترفع راسنا وتذاكر معانا. احنا بنعمل لك المسابقات ديت على الصفحات بتاعتنا عشان نشجعك ان انت حتى لو الحاجة انت ناسيها فتبدأ تدور عليها وتكتبها لنا تاني، فالحاجة اللي انت بتكتبها بإيدك ما بتنساهاش. فخلي بالك من الحتة دي، وإن شاء الله رب العالمين نشوفكم على خير في حصة تانية في يوم سبت. ربنا يحيينا ويحييكم ودمتم بخير.